اهلا وسهلا بكم. معانا تقريبا احنا بال50 حد جويننج اس للسيشن دي. السيشن دي هي عبارة عن حاجة بسيطة حبينا نعملها كمدرسة عشان بنبين لكم الديزاين بروسيسز اللي احنا هنتبعها في ليفل 03. ندي لكم كده انتروداكشن بسيطة اعتبره زي موفي تريلر لليفل 03. وكمان معانا المهندسة سارة من فوستر اند بارتنرز اللي هي كمان هتعرض طريقة الديزاين بروسيس بتاعها. وانا كمان ان شاء الله هعرض معاكم الديزاين بروسيس تبعي. انا كورس ليد في ليفل 03. بس عشان نديكم نبذه عن طريقه تفكيرنا احنا في ليفل 03. ايه الافكار اللي احنا حابين نبينها لكم، يعني if you guys decided to join us. في حد رفع ايده؟ اتفضل. اهم حاجه إنه يطلع الشير سكرين باين. انا احس انه الشير سكرين مش باين. خلي احاول اعمل ستوب شيرنج، اعمل شير كمان مره. ولا الويندو احسن؟ كينوت. اعمل شير سكرين. كده المفروض احسن. كده الكل شايف صح؟ عشان انا بس متاكد الناس اللي دخلت بالجديد. تمام، حلو. اوكي، اعمل ابديت شوي. زي ما قلت لكم ده برزنتيشن حيكون بس عباره عن حاجه بسيطه عن ليفل 03. اهلا وسهلا فيكم. الحاجات اللي نعملها احنا في الليكتشر اليوم، اللي هو اول حاجه هعرفكم عن نفسي بتفاصيل شوي اكتر عن اللي هلا قلته، وليه انا دخلت الاس اي اي وليه حبيت انه اضل في ليفل 03. بعدين حنتكلم عن شغل ساره، وهي كيف الديزاين بروسيس بتاعها اللي هي اشتغلت عليها بايام الجامعه. وبعدين كمان الديزاين بروسيس تبعي انا اللي عملته في الجامعه، انا اللي افكار اللي انا تعلمتها في الجامعه تعلمتها في الشغل واللي بحاول اطبقها طبعا في ليفل 03. وبالنهايه افرجيكم الليفل 03 هي الديزاين بروسيس تبعه اللي ايه هي نقدر نعتبر الدي ان اي تبع ليفل 03. نبذه بسيطه عني. انا اوريجني من العراق. بس تربيت في الامارات، وبعدين انتقلت ل يو كي عشان ادرس. درست الجامعه في كانتربري سكول اوف اركتكتشر، وبعدين كملت الماجستير تبعي في جامعه اوكسفورد بروكس. من اوكسفورد بروكس انا مشروع التخرج تبعي اللي هو اورجانيك كلاود ريزيلينس حصل على نومينيشن لريبا بريزيدنت سيلفر ميدل، اللي هي من اعلى الجوائز اللي ممكن واحد ياخذها اكاديميا. طبعا انا كنت من النومينيشنز اللي هم كل جامعه بياخذوا تو نومينيشنز. وبعدين انا اشتغلت في الثلاث شركات. اول شركه اشتغلت معاها هي جي اس اس اركتكتشر، اللي هم اشتغلوا على مدارس اكثر شيء. اشتغلت على مدرسه بدفورد اكاديمي اكستنشن اللي ريسنتلي اخذنا جائزه عليها على مستوى الاقليم. وبعدين اشتغلت في اي بي ار اركتكتس اللي هم اركتكتس في لندن بيهتموا اكثر شيء في العمارات. اشتغلت على اكثر من مشروع هناك كلهم بيهتموا في السستينابيلتي وكيف بنعمل اللانجوج اللي هي تبع اسمها مودرن لندن اركتكتشر. وبعدين انتقلت لاخر شركه اللي هي هلا شغال فيها اللي هي كي بي اف، وهم اكثر شركه يعني حاجه اكسبيرمنتال اكثر من بقيه الشركات القديمه اللي اشتغلت معاهم. بيهتموا ببرامج زي الجراس هوبر، بيهتموا ببرامج زي راينو ورافت كمان ويعملوا مشاريع حول العالم كله. اكثر اهتمام لهم هو التاورز، ودي تعلمت منهم حاجات كثيره. طبعا انا دلوقتي شغال على نيو مربع، وهي مشروع اللي هو ضمن مشروع المكعب في السعوديه. او فبنعمل احنا الماستر بلان، ربحنا احنا الكومبيتيشن للماستر بلان، ودلوقتي بنحاول نبني فيها كالستيج اللي بعد الكومبيتيشن السي دي. وطبعا انا يعني حبيت انه دائما اضيف المعلومه دي انه دائما بحاول اعمل فيديو جيمز. unfortunately ما قدرتش اعمل اي فيديو جيم، دائما بيفشلوا. انها كلها مشاريع موجوده في الاركايف باسماء غريبه. فدي حاجه انا بحاول اعملها دائما في وقت فراغي. زي ما قلت لكم، ثلاث بلدان اللي انا عشت فيها. تربيت اتولدت في بغداد، عشت في الامارات، وبعدين انتقلت للندن. في الجامعات اللي انا دخلت لهم يعني لازم بس اقول انه مثلا يونيفرسيتي اوف كنت دخلت لها سنه واحده بس، وهي دي الفاونديشن اللي عدلت فيها شهادتي من الامارات لليو كي.
فذاتس وانا حطيتها على الليسته. وكمان حشوف في نمط مهم جدا في لي، انه هو انا عندي من كل حاجه ثلاثه ثلاثه ثلاثه. حتى حتشوفه في الديزاين بروسيس دائما بحب انه بدي ثلاث اوبشنات. حاجه تعلمتها يعني من مجال عملي، وبالصدفه بتطلع في حياتي كثير. ودي الثلاث شركات اشتغلت عليهم، وكل الثلاث شركات الاسماء تبعهم متكونين من ثلاث حروف. حاجه الثلاثه دائما يعني بتلحق وراي. ده بعض الشغل اللي انا اشتغلته من ناحيه الجامعه، من ناحيه الشغل نفسه. فبتشوفه على الشمال هو شغلي مع جي اس اس اركتكتشر المدارس، بعض الكومبتيشنز اللي حاولنا نعملها الانتيريور شوتس. في النص هو شغلي الاكاديمي، وعلى اليمين هو شغلي مع اي بي ار اركتكتس. ما قدرتش احط شغلي الموجود مع اخر شركه ليا عشان الكونفيدنشاليتي. بس هاي بدي لكم نبذه بسيطه عن ايه هي خبرتي الاكاديميه والبروفيشنال. طبعا احنا ليفل 03. ليفل 03 هو يعني انا بعتبره هو اخر ليفل. هو تكنيكلي هو اخر ليفل، بس هو اخر ليفل الستودنت يوصله بعد ما يحاول انه في اخر سنه يتخرج فيها او بعد ما يتخرج وحابب يدخل في مجال العمل. انا يعني الديفرنشيشن البسيط اللي انا بعمله بين الليفل 02. ليفل 02 بيعلمكم حاجات عمليه كمان، بس الليفل 03 بالنسبه لي بيخليك انه انت مش اي اركتكت بتكون، وانما تكون ذا اركتكت، الحد اللي ان شاء الله حيكون عنده مستقبل كبير في مجال العمل في المستقبل. بنحاول نخليكم تفكروا بطريقه يعني كيف الستار اركتكتس شغالين، زي الناس الكبار في الاندستري يشتغلوا. مش لازم معناها انه انتم تمشوا على نمط الكوربريت الموجود او نمط الشغل الموجود اوريدي، وانما عايزكم كمان انه بتشتغلوا عليه، بتطوروا من المجال ده باسلوبكم الخاص. ده بعض الشغل اللي عملناه احنا في السنين اللي قبليها مع الطلبة تبعنا. كل ده شغل طبعا تبع التلاميذ، تعبوا عليهم ما شاء الله عليهم. انا يعني اونستلي فخور بالشغل اللي بيطلع. في بعض الشغل بتلاقوه من الكونسبت ستيجز، في بعض الشغل كدرونجز فاينل، فهي تختلف. طبعا انا حاولت انه اجيب نموذج من الشغل اللي عملوه التلاميذ من كل المراحل. وطبعا احنا عندنا الجست ليكتشرز اللي موجوده معانا هلا، ساره مثلا واحده من الجست ليكتشرز، وعندنا كمان اليت ويوسف. دول حيكونوا معانا في الورشه، حيدونا ليكتشرز كده في كل تقريبا كل اسبوع. انا رتبت الموضوع انه حيكون عندنا جست ليكتشر. وطبعا دول كلهم to be confirmed. لو في بعض الناس مش to be confirmed, these are the confirmed people. في ناس كمان confirmed، بس في بعض الناس اللي هو مش اكيد، ده احنا لسه بننسق معاهم. بس احنا بنحاول قدر الامكان انه كل اسبوع يكون عندكم جاست ليكتشر من واحد يشتغل في الاندستري، بيدي لكم نظرته عن الاركتكتشر. وانا اكثر يعني من الناس اللي اصلا متحمس انه لهم انه الليكتشر تبع يوسف، عشان هو يوسف من الناس اللي اصلا بيحب يدور على حاجات برا العماره، وبيحاول يبعد نفسه عن العماره. بس كل ما بيبعد نفسه انا بحس نفسه انه هو بيرجع للعماره. يعني بيدينا كده نبذ مثل اشياء بتخليك تفكر برا العمارة، وكيف ممكن تطبق أفكار برا العمارة لجوا العمارة. وكمان ممكن تقلب الموضوع وتطبق أشياء الاركتكتشر على حاجات زي الآرت أو التراديشنال كرافت اللي هو مهتم فيها. قبل ما نخش على سارة، أنا بس حابب يعني أقول لكم هو الهدف الأساسي من ليفل 03 اللي أنا دخلت عشانه، هو أنه أنا الاكسبيرينس تبعي والاكسبيرينس تبع التيوترز الموجودين في الليفل 03، الاكسبيرينس تبع الجست تيوترز اللي حيقدموا لنا في الورشه، كلنا ماشيين على نمط واحد بس، اللي هو انه احنا عندنا ديزاين بروسيس معينه. حبيناها، شفنا فيها مجال يتطبق في مجال العمل، وعايزين ناس اكثر تطبق الاساليب دي. عشان ايه؟ عشان ان شاء الله مش واحد لما يخرج من جو الجامعه وبيخش في الشغل بيحس نفسه انه هو حيكون زي الدرافتمان وبس، وما عندوش اي طموح تاني. انا حابب انه الناس كلها يكون عندها طموح، ويحاولوا انه يعملوا بصمتهم في الاركتكتشر. دي حاجه اللي انا متاكد ان التيوترز الموجودين، انا عن نفسي والتيوترز الموجودين والجست تيوترز كلهم بيحاولوا يعملوها في الشغل، وبيحاولوا يطلعوا بصمتهم. وانا بحب انه احنا كمان في نفس الوقت اللي احنا بنحاول نعلم اللي احنا الاكسبيرينس تبعنا as it goes on للتلاميذ كمان. ودي هي السبب الاساسي اللي احنا كلنا موجودين في ليفل 03. أم انا هتكلم بالانجليزي دلوقتي بس عشان انتروديوس ساره، وهي ساره هتتكلم في الانجليزي لمرحلتها، وبعدين انا هخش بالعربي الى مرحلتي. Hey Sarah, I just spoke a bit now about the intro and everything.
I did tell them about like why we're joining Level 03 and how we're like basically trying to like the design process we got taught in uni and how it's like how we're trying to do it at work somehow. And then with the experience that we have, actually, like we're trying to see how the balance works. And while we're like dealing with that experience of like how to apply it into work, we're also trying to join Level 03 and like try to give our experience back to the students. So hopefully they also have their own like identity after they graduate, and hopefully they become someone who will leave their imprints on architecture in the future. That's like Thank basically you. the introduction. Thank you, Mo. Hello, everyone. My name is Sara Tomljanovic, and as Mohammed mentioned, we have studied together at UCA and Oxford Brookes. I'm British and EU licensed architect with over 5 years experience in profession. My background comes from architecture and art, and this is what it helped me bring both techniques, technical and conceptual precision into the architecture and the way I work through university and the way I work through the work today. I worked on multidisciplinary projects all over the world, some commercial, some high-rise, hospitality, airports, master plan projects. And last year, 1 second, guys, sorry, I will need to request control. I can't move the screen. I don't. Can you see my screen? Yes. Yeah? Okay, great. So last year I gave a lecture on narrative, and narrative in architecture is very important. And it's about concept of designing spaces which are basically there for you to tell your story. It's comprises of like research, design, narrative, storytelling, experimental architecture, and it's always this essence behind the form and function, and always asking why that shapes how. So this was kind of like our principles at Oxford Brookes that kind of like led us through the projects, which were very highly experimental, and we got lost many times. And this is why we always like recommend that your alignment or your proposed design basically lies and reflects your personal interests and beliefs, so that your projects are basically rooted within your own experiences, because this deepens the authenticity of the project. And basically it brings this personal connection that makes your presentation more compelling, and it communicates your vision way more clearer, because it brings your confidence and passion that you have been working on. So coming to the introduction to the narrative, that was the lecture. Sorry, Sarah. Sorry. Do you mind? Do you mind one thing? Just because I think I'm not really sure if it's just for me or someone else, but like it's very laggy for me, the share screen. Do you mind if you turn off your camera? Maybe that will fix Let me it. try. Yes, please. I don't know why it's very like laggy. Try sharing your screen again, please. Okay. Is it better? No. Oh, more. Maybe can you share, and then I can just talk through. Okay. Just tell me next, and I'll Thanks. directly go to the next page. Yeah. Yeah. Thanks. Okay, so you were on this page. Yes. Yeah. So last year, yes, I gave the lecture, and it was the lecture about narrative and introduction to narrative, and how do you build your narrative, and how this shapes your why. And basically it was everything that we learned through university at Oxford Brookes. It was during the phase when we were doing an experimental studio, and we had to create our own projects and our own brief, and it was really challenging. And this is kind of a lecture that kind of helps you, guide you, and provides any kind of guidance when you get stuck. So if we go to the next page,
This is basically like kind of like 3 pillars that builds your narrative, and research and design. They provide a critical backbone of any design development. It informs your understanding of the context, users, and factors that are basically based all in a well-grounded research that ensures that key decisions that are not based on your assumptions, but you have an actual evidence based on your sketches, data, and analysis that you're going to overtake. And then when it comes to storytelling, this is where basically you bridge the gap between the concept and execution, which helps other people understand the logic and aspiration behind your proposal. So this is where you transform your abstract design decisions into a story. And this all aligns into these bigger goals that can be any sort of aspect, and environmental, cultural, social, technological, any so. And it comes to how we experience this architecture. And this is where it comes learning new skills and building your visual representations, selecting the ways and methods that can be drawings, collages, renders. And this is all your tools that you will be using to represent your ideas. And on the next page, this is basically just an extract from that lecture that was presented last year. It was some steps to purposeful design, and basically everything was communicating within your core beliefs and interests, how you will experiment, the ways, how you can document this, and how this can enable you to tailor your story that showcases your purpose, because the purpose is very important to bring basically the understanding for the users or readers and so on. And it's very important for this to be clear. So that's why we have to evaluate ourselves constantly and develop our projects from micro to macro, and basically to engage the all kind of different audiences all the way to the finish line. And it's always nice to see how basically you communicate a future vision of your project, and it's like an ongoing process all the way to the final outcome. And basically all of this was based, if we go on the next page, thank you, Mo. It was all based on learning all techniques. So at Oxford Brookes, I was in 2 different design studios. One was Vertical Studio, and this is where I was introduced with different methods, and I have chosen the craft of kirigami. It was an ancient method, and we had to learn how we basically build this craft, and then how do we basically reapply it to the new use. So basically it was using existing knowledge and giving it a new purpose, which was a very good good goal if you get stuck to rely on something, and how do you move forward with it, your project. So very important are traditional methods and how we interpret and refine and develop them to communicate our design. So if we go on the next one, we have creating experience. So this was a heavy experimental studio. This was basically pushing our creative boundaries and bringing a coherent design outcome through experimentation that became purposeful. And this is where basically all the mistakes that we've done and overtook, they became valuable, because we had to deal with how are we going to overcome this, how are we going to learn, and it was very, very rewarding at the end. And then if we go to the next one, we have creating environments. So from all of this, basically creating experiences for the users, how are we now thinking about new environments? How are we imagining how other people might feel? This is why we always have to go from personal to like wider experience, evaluate with like tutors, with other students, and basically always ask yourself, why am I creating this, and how does this design answer that question? Because this is what at the end it's going to provide a meaningful and engaging experience. And basically it's always very important to document. And if we go to the next one,
basically document all your methods, because this is how you continue growing within architecture, and you can always refer to those experiences back. So my design processes was always sketching, and then it was importing into the 3D models, building from them, studying them. And nowadays I like to use the AI, and I like to see what other potentials that sketch or the model might have. It's also a quicker process, and one of the most valuable lessons coming from the last year lecture is basically embracing you students to use new technologies, show your ways of thinking, because we are here to learn from each other, and basically we are all here to adapt, innovate, and remain, because this is an ever-evolving profession. Thank you, and I'm handing you over back to Mo. Thank you, Sarah. Thank you so much. And it's actually amazing to see your work again. It's always nice to see your work, especially this one. And this is like my favorite because it's very Thank you. experimental. It's very experimental, and I remember when you were doing it, and there were basically the failed experiments. I wouldn't call them failed, but you thought they were like not the experiments that will go to the end, but then you actually use all of the experiments you did and you combine them together and became this project for you. Yes, yeah, it was a journey, yeah. And I hope you guys join, and I take you through all of these processes and steps, and yeah. Thank you. It'll be fun. Thank you so much. I'll switch over now to Arabic. Thank you, Sarah, again for this. um طبعا انا يعني ده الديزاين بروسيس تبع ساره. زي ما قلت احنا طلعنا من نفس الجامعه، فحتى الاستوديو نفس الاستوديو اللي احنا درسنا فيه. فالديزاين بروسيس مش هيكون مختلف، هو انما هيكون مشابه، كله اكسبيرمنتال. وانا حبيت انه عشان افرجيكم الديزاين بروسيس اللي احنا وي ادابتد لليفل 03. انا حبيت افرجيكم المشروع اللي كان نومينيتد للسيلفر ميدال، اللي هو الاورجانيك كلاود ريزيلينس. ابين لكم البروسيس اللي انا اتبعتها، واللي هي بروسيس مش حتكون بعيده عن اللي ساره شرحته باي ذا واي. هو طبعا بس كملخص بسيط للاورجانيك كلاود ريزيلينس، هو مشروع اللي كان بيستخدم الكريبتو مايننج انفراستراكشر، بيستخدم الفلود ووتر عشان بيسكلي الكول داون السيستمز او بيسكلي الماشينز اللي بتعمل فارمنج للكريبتو مايننج. وفي نفس الوقت انا حاولت اعمل كده زي سيستم كامل لمدينه ومش لمشروع بس، انه بيعمل زي كريبتو كرنسي لللوكال بزنسز. ودائما بيستخدم طريقه سستينبل، اللي هو سستينبل عن طريق المي. والمي ده المي البارد تبع الفلود ووتر، لما يكون في فلود بياخدوا المي، بندفي الماشينز وبعدين بنطلع هوت ووتر. الهوت ووتر ممكن يرجع للوكال بزنسز. فانا فكرت في سايكل كامله من ناحيه ديجيتال، ومن ناحيه فيزيكال، ومن ناحيه ميكانيكال، لك وكيف ممكن يعمل مشروع يطلع برا حدود الحيطان بتاعته. طبعا انا دايما كل المشاريع بحب دايما ابدي فيها بكوت معينه، انه دايما احب انا بقرا كتب انا لمشاريعي. والكتب دي مرات بتكون مش لازم تكون كتب معلوماتيه، وانما تكون مثلا قصص، وبحاول adapt them into my projects. ده واحده من الكتاب اللي انا بحب شغلهم طبعا، اوسوالد. ودي الكوت اللي انا حطيتها، ودي حطيتها في بدايه مشروعي دائما، بس عشان يبين بالبدايه وين انا رايح في المشروع. وبعدين عندكم البروسيس اللي انا بتبعهم عاده في المشاريع، واللي هي احنا ان شاء الله نتبعها في ليفل 03. اول حاجه نعمل بريف. نبدي نعمل البريف اللي هو عباره عن نبدي ندور معلومات، بندور على دايجرامز وشغل لناس عاملين قبل كده في المجال. زي ما انتم مثلا بتحاول تعمل تلاقي زي ماركت جاب. بيسكلي انت بتروح تعمل ريسيرش على في المشروع ده عملت ريسيرش عن الميتافيرس، عملت مشروع عن الريزيلينس، عملت دورت الدايجرام ده اللي هو حدد استخدمه، دورت على الفيسبوك ايه الفيسبوك بيعمله، ايه انترنت 3.0. والطريقه اللي انا بعمل ريكورد للحاجات اللي انا بعملها ريسيرش، مش كتابه بس، وانما بحاول اعمل الموضوع فيه اول شيء قصص. فببين لو شفتوا هنا واحده من الصور، حتلاقوا انه عندنا تقريبا اول صوره ده
على الشمال صورة وحدث معين فبربطه. الدايجرام ده الكولاجز، مثلا طريقة الكولاجز كثير عشان أبين أفكاري. وطبعا الدايجرامز اللي احنا كلنا بنستخدمها وبنعرفها. وحتى مرات بحاول أستخدم اللي هي حاجة اسمها 3D كولاجز. فدي كلها أنا بحاول أبني لي زي مخزن معلومات، ممكن من خلاله أبدي أشرح البروجكت تبعي، والبروجكت تبعي إيه هي الفائدة منه. ودي أول ستيب ليا. بعدين الستep الثانية اللي بعملها اللي هي سايت سيستمز. فاحنا دائما بختار سايت. احنا في المشروع ده انا كان عندنا اوريدي سايت هال، اللي هي كانت عندها مشاكل في الفلودنج. فحاولت انه ادرس اوكي طبعا عندهم مشاكل الفلودنج، فدرست ايه هي الحلول اللي لاقيتها هال او عملتها هال عشان توقف الفلودنج. وبعدين بديت ادور على سيستمز ثانيين، فكسيستم الديجيتال او كسيستم البزنسز اللوكال بزنسز عندهم مش يشجعوا على انه البزنسز تكون كلها يعني من اللوكالز هم اللي ماخذيها، مش براندات اللي هي بتمسك المحلات الاساسيه. وكمان عندكم انه كان عندهم، اكتشفت انه عندهم فايبر، اول فايبر موجود في اليوكي كان في هال. فعندهم انفراستراكشر قوي ممكن يشيل اي ديجيتال انفراستراكشر، اي ديجيتاليزيشن او مشروع ديجيتال في المدينه. فدي كلها عملتها زي سايت اناليسيس بسيط. والطريقه اللي استخدمتها وانتم بتشوفوا في المابينج اللي احنا متعودين عليه كاركتكس نعمله، بس كمان في الدايجرامز اللي انا اخذتها من الاوريجينال ريسيرش. وكمان استخدمت الكولاجز، وانتوا هتشوفوا انه الكولاجز بستخدمها كتير في مشاريعي، عشان هي دي طريقة واللي هي ببين فيها افكاري. بقعد مرات كده على الكمبيوتر لمدة يوم يومين بجمع افكار، بجمع صور وبحاول ادمجها. وطريقة الدمج وطريقة العرض راح تفرق حيديني زي ارتستيك ستايل معين للمشروع قبل ما يكون عندي مشروع. وانتوا لو شايفين دلوقتي ما فيش اي مشروع، ما فيش اي تفكير عن الاركتكتشر تبعه، وانما جست ريسيرش. وده ده طول تقريبا بالاسابيع. انا بس بعمل ريسيرش، بروح للمكان، باخذ صور، بشوف ايه، بشوف من نظرتي ومن الريسيرش تبعي ايه هي الحاجات المهمه في هال. وبيس على الريسيرش اللي انا عملته قبل كده اللي اخترعته منه البريف. بعدين بحاول اعمل حاجه زي فولي. بدل ما اعمل مشروع كبير من الاول، بحاول اعمل مشروع صغير. والمشروع صغير ده عباره عن، اول حاجه حيخليني انتبه على مين المستخدمين اللي حيستخدموه، الستيك هولدرز اللي حيستخدمون المشروع. راح احاول ادي سولوشن مبسط وسريع للريسيرش او الجاب، الماركت جاب اللي انا لقيته. وكمان في نفس الوقت راح يديني فرصه اكثر انه انا اكمل الريسيرش وبعمل برودكت معين يعمل تيست للايدياز. فانا اقدر اشوف لو مثلا الفولي نفسها كحاجه صغيره it did not work، معناها المشروع الكبير مش هيشتغل. بدل ما اروح انا اعمل مشروع كبير وبعدين اقول لا ما اشتغلش الموضوع، لا، انا بديت حاجه صغيره وشفت التاثير تبعها واخذت الليسنز ليرند، قلت اوكي دي حاجه اشتغلت حلوه، دي حاجه ما اشتغلتش حلوه، كيف ممكن اعدلها. وكمان بده يصير عندي زي اركتكتشر لانجوج من اول، عشان انه من الريسيرش تبعي، من الكولاج تبعي اوريدي صار عندي دايركشن، عارفين الناس محمد هيروح مشروعه فين. فبعدين لما عملت الفولي حاولت انه ابني زي شيء حقيقي، بروجكت حقيقي. واذا خليت الموضوع اللي هي زي تارجت اسبوعين بس، اسبوعين اعمل فيه مشروع صغير. فاي معلومات كانت عندي حاولت ادمجها موجود احطها في المشروع. وده يعني خلالي زي ايدنتيتي للمشروع مختلفة عن اللي انا كنت اصلا متصوره عن المشروع، عشان طبعا ضغط الوقت كمان. وكمان بين لي ايه الحاجات اللي اشتغلت وايه الحاجات ما اشتغلتش. الحاجة اللي اشتغلت قوي في المشروع ده مثلا كان السيستم. اهتميت في السيستم الموجود اللي هو السيستم اللي يكون برا العمارة، وكيف الانتجريت المدينة كلها في الموضوع. والستيك هولدرز اللي هم اكتشفتهم انهم كلش مهمين للمشروع نفسه. وبعدين دخلت على البروبوزل المشروع. طبعا من البدايه انا بحب اعمل سكتشز، بس كمان بعمل كولاجز. بتشوفوا دائما الكولاجز موجوده. والكولاجز مش حتكون كولاجز يعني ابديها من الصفر، وانما بستخدم الكولاجز اللي استخدمته، الصور اللي استخدمتهم قبل كده. ولما مثلا بستخدم 3 دي، مثلا بعمل 3 دي كولاج، بستخدم الاسيتس الاونلاين اللي انا استخدمتهم اوريدي، وبحاول اغيرهم، بغير الطريقه اللي استخدمت فيها واشوف ايه كيف ممكن اعملها عماره، كيف ممكن اعملها زي مبنى او حتى صوره مرات. وكمان الشغله اللي تشوفوها هون انه بديت اركز اكثر على الستيك هولدرز. الستيك هولدرز اللي هم الناس اللي حيستخدمون المشروع. وفكرت كمان في الناس اللي حيكونون يسيطرون على المشروع. انا لما عملت الانفراستراكشر تبعي عملته زي تمبل. الموضوع صار زي مكان اساسي. كيف التشيرش مهمه للمدينه، ده حيكون شيء مهم للمدينه.
كقلبه اللي هو اللي هيحميه من الفلودنج، راح يديله كهرباء، راح يديله كمان يعني ايكونوميك ستابيليتي. ففكرت انه في ناس كمان ستيك انا هخترعهم هيكونوا موجودين جوه المشروع نفسه. وطبعا دورت في مشاريع مثلا الكافيه، كيف ممكن نعمل كافيه باللانجوج اللي انا اخترعتها، كيف ممكن نعمل بير، حاجات اوريدي موجوده في السايت بحاول اخدها وبطبق الكولاج تبعي عليها، وبحاول اشوف الدمج كيف بيشتغل. ده كله اكسبيرمنتيشنز. الاكسبيرمنتيشنز في منهم كتير ما وصلوش للنهايه، في منهم وصلوا للنهايه، في منهم عملت لهم شويه اكسبيرمنتيشنز وبعدين وقفوا، وبعدين بالنهايه فكرت فيهم وقلت اوكي انا عملت اكسبيرمنت قبل كده في الموضوع ده، ليه ما احاول اطبقه في الفكره تبعي، ممكن يساعدني. حتى الووتر تانك، فكرت درست الووتر تانك كيف ممكن واحد يعمل الووتر تانك، ايه هي البروسيس ان واحد يجمع المي لفوق، وليه بيتجمع فوق، وكيف بيتوزع. الحاجات دي كلها درست فيها وحاولت اطبقها، وبعدين بدي افكر في المشروع كيف ممكن يندمج فيها. وطبعا بالنهايه لما يكون ابدي المشروع، اجمع المشروع، اجمع الافكار. اهم حاجه، اهم بروسيس هي الدروينجز. لو عملت احسن مشروع بس بعدين الدروينجز تبعك مش هم اللي بيبينوا الفكره تبعك، مشروعك مش هيوصل. unfortunately، عشان احنا خصوصا احنا كاركتكتس فيجوال ليرنرز، احنا بنشوف الفيجوالز بنقتنع بالفيجوالز. كل ما تكون الفيجوالز واضحه حلوه فيها تعقيد، بس التعقيد مش لازم يعني ما فيش حد بيفهمها، لا، تعقيد حد يفهمها ممكن بسيط، كل ما نقدر مشروعنا يكون ناجح اكثر. انا بعرف في ناس ممكن مشاريعهم مش احسن فكره، بس بعدين لما الدراونجز بتكون هي اللي تنقذ المشروع. وفي ناس عندهم احسن فكره بس لما يوصل الموضوع للدراونجز ما يعرفوش ايه هي الدراونجز اللي يقدروا لازم يستخدموها للمشروع، وبعدين الدرونز هي اللي بتوقع مشروعهم لورا. يعني انا لو تشوفوا الدرونز الاساسيه دول ما عملتش اي بلان للموضوع، عشان ما شفتش انه البلان حاجه اساسيه لمشروعي. انا ما شفت الاكسس، الحاجات الدايجرامز دي كانت مهمه اكثر من انه ابين بلان، عشان ابين الفانكشنز المختلفه في العماره اللي انا عملتها. طبعا ده كان كله يعني خلال 30 اسبوع. طب انا قلت لكم من البدايه انه عايزين نعمل الديزاين بروسيسز دي ونطبقها في ليفل 03. ازاي هنعمل ليفل 03 وهي الموضوع كله بيطول 30 اسبوع؟ احنا ك كوردينيتورز كدايركتورز موجودين في اس اي اي، قلنا انه احنا هنعمل الموضوع 9 اسابيع، وكل هنعمله جروب ورك. كل جروب كل ستودنت هيشتغل 9 اسابيع، لو الثلاثه اشتغلوا مع بعض هيكونوا 27 اسبوع. فده هيساوي عدد الاستفاده اللي الواحد عمله في مشروع واحد بس لوحده في سنه، هيقدر يعمله ب9 اسابيع. هو دي الحسبه اللي عملناها احنا. وذيس از واي بنشوف انه طب ده خلانا يعني مثل ادانا تارجت كيف الديزاين بروسيس اللي عملناها احنا في الجامعه نقدر نعملها دلوقتي في 9 اسابيع، في مده اقصر. وبعدين قسمنا الموضوع لحاجات ابسط، اللي هي انتوا هتعملوا البريف تبعكم، انتوا هتخترعوا الفولي زي ما انا بديت اللي هي الاكسبيرمنتيشنز، انتوا هتعملوا التاور بتاعكم، وبعدين انتوا اللي هتعملوا الدروينجز. هي نفس البروسيس اللي احنا استخدمناها دلوقتي، اللي ساره فرجتكم اياها واللي انا فرجتكم اياها. is the same process، بس حيكونوا انتوا ثلاثه مع بعض تستفادوا مع بعض، واحنا كمان حنكون معاكم كناس اكسبيرينس في البروسيس، وفي تيوترز كتير حيساعدوكم دائما، يشدوكم للطريق الصح مثلا. وطبعا انا من الناس اللي بحب ادي فريدوم اكثر شيء للتلاميذ. بخليك انت روح اعمل اللي انت عايزه، لين ما تضيع انا عارف انا ارجعك بعدين ان شاء الله، يعني مش هتضيع بزياده. بس حلو كل انسان ما يضيع. لو شفتوا انتوا الاكسبيرمنتيشنز اللي ساره عملتها واللي انا عملتها، في اكسبيرمنتيشنز ما ضاعش، يعني التعب تبعنا ما ضاعش، بالنهايه استفادينا من الموضوع. فهي دي الديزاين بروسيس اللي احنا عايزين نعملها في ليفل 03. ودي طبعا بعض التوبكس، يعني التوبكس اللي احنا هنخش فيها. يعني ده انا صراحه السلايد ده ضفته قبل نص ساعه من الليكتشر دلوقتي. انا بس كنت عايز اقول انه ايه هي التوبكس اللي ممكن الواحد يخش فيها، اللي هو ليتش اي توبك اونستلي. انتوا اي توبك واحد مهتم فيه، هو احنا عايزين الافكار تبعكم تخش ليفل 03 ونعمل منه مشروع. ما عنديش مشكله اي فكره، انا عايز يعني تحدي تقولوا لي فكرة ما تطبقش في العمارة واحنا نقول لكم لا كيف تطبق في العمارة. وضفت آخر كلمة اللي هي فراجمنتس، وده يعني عملته زي الثيم للسنة دي، حيكون فراجمنتس اللي احنا طبعا نتكلم فيه أكثر جوه ليفل 03. دي النهاية لللكتشر، تقريبا طولنا 43 minutes، يعني 40 دقيقة، يعني ده وقت حلو بالنسبة لي.
لو عندكم اي سؤال بليز ارفعوا ايدكم، اسالوا. انا عم بتوقع اسئله، يا ريت تسالوني اسئله. في سؤال من بدر جابر، فايت لحالي على ليفل 03، في مشكله انه امشي لوحدي او لازم اكون مع فريق؟ زي ما قلت لك، احنا بنحاول نعمل شغل كتير، شغل 30 اسبوع في 9 اسابيع. فانت محتاج تكون معاك حد عشان تقدروا تكملوا المشروع. انت مش تقدر تخش لوحدك، وفي ناس كتير بتخش لوحدها، بيصيروا جروبس مع بعض. وفي فرصة ليكم كمان، احنا اول تاسك بنعمله هو تاسك individual عشان كل واحد يشوف الاهتمامات التاني، وممكن مع بعض انتوا تنسقوا مع بعض خلال الكورس وتقرروا ان تشتغلوا مع بعض. بس احنا صممنا الكورس عشان يشتغلوا ثلاثة مع بعض. وحتى لما تشوف كل بريف فيها deliverables، ثلاثة deliverables، وكل واحدة تقريبا هخليك انه انت هتكون مختص في حاجة معينة. فممكن انت تكون مهتم بالاكستيرير، واحد ممكن يهتم بالانتيرير، واحد يهتم بالكونتكست. فانت محتاج يكون حد معك، مش هتقدر تكمل مع الناس. وكمان الناس اكيد احنا عم ندخل، دائما بندخل اضعاف ثلاثة، بندخل الكورس عشان احنا نعرف الناس كلهم حيكونوا في جروب. مش بندخل يعني اضعاف اثنين او اضعاف اربعة، لو فهمتني. في حد رفع ايده. في حد رفع ايده انا بتوقع. تسنيم. تسنيم معانا. تسنيم. مش عارف لو سمعتني ولا لا. ماشي. تقريبا مش تفتح المايك. اوكي. في من سؤال من، ما حداش اقول اسمه، مه مهتاب. معلش. اما مش عارف لو هو في عندك بيرميشن ولا لا صراحة، خلي اشوف. لازم اسأل لو في حد معنا. settings. انا بحاول بس افتح الاوديو settings. ما مش عارف ليه المايك مش شغال. انا يعني مريم ممكن تجربي لو تقدري تفتحي المايك. كمان مريم شكلها مش قادرة. مش عارف لو الناس، مش اعتقد الناس مش قادرين. ما فيش حد يقدر يفتح المايك صحيح، هي دي المشكلة. لازم المايك نشوف. شغال. طب حلو. المايك شغال، حلو. شكرا للكونفirmation. التسنيم المشكلة من عندكم اعتقد. خليني اروح على الأسئلة الثانية عشان بس اتأكد ان كل الأسئلة موجودة. How do we join with a team؟ السؤال ده لازم يعني تقدروا تخشوا فيه لما تخشوا الكورس. بيسألوكم لو انتوا عايزين تخشوا كتيم، ممكن تكلموا الادمن كمان. هم لما تخشوا مع بعض راح يسألوكم مين هم التيم تبعكم. بتقولوا الاسماء الثلاثة، وحتى هتدفعوا مرة واحدة وتخشوا انتوا دايركتلي مرة واحدة. طبعا انتوا في الكورس يعني في اول تاسك قلت لكم حيكون individual، هتشتغلوا لوحدكم. بس بعدين احنا نبعت زي جوجل شيتس، وكل الناس بتسجل مع بعض. فانتوا اوتوماتيك تقدروا تسجلوا مع بعض، وده ما حيكونش فيه مشكله تماما. الادمن تيم هو اللي يحل المشكله التعقيده دي. بس هم دائما كل سنه بيخشونا ناس، في دائما بيحضروا، في كثير من الناس بيحضروا ثلاثه ثلاثه وبيخشوا. أم... حضرتك مريم. سامعني كده لو سمحت؟ نعم سامعك. أهلا وسهلا. أنا كنت عايزة أسأل الفولي، مش حضرتك قلت إن هو بيبقى تجربة بتتعمل بسكيل صغير عشان نشوف مدى فعالية الكونسبت بتاعنا أو كده؟ إزاي بنقيم هل هو هيشتغل ولا لأ؟ يعني نعرف إزاي هو ناجح ولا لأ؟ يعني هو حسب انت مشروعك حيكون عباره عن ايه. مثلا يعني انا في الفولي تبعي اهتميت في السيستم كيف يشتغل اكثر من الاركتكتشر لانجوج. في ناس، بعض الناس الفولي هو عباره عن حاجه زي تقدر تقول زي ابستراكت ارت.
وحتى في سؤال كمان بيسأل ايه هي الفولي. هو حاجه يعني حاجه فشيء مبسط. يعني مثلا مش عارف لو مثلا الكيوب ده، شايف الكيوب ده، ممكن يعتبر فولي. حط انسان عليه وتقول لي فولي، وده تجربه. فممكن تجربي فيه الافكار تبعك، وشوفي الرندرز كيف شغاله، الاركتكتشر اللانجوج كيف شغاله. مثلا انت بتهتمي مش عارف بالنقشات الاسلاميه، فكيف بتطبقي النقشات الإسلامية على شيء اركيتكتشر، على مجسم. دي بروسيس لوحدها ممكن تطول معاك لو عايزة تعمليها على عمارة كاملة. فبدل ما تعمليها على عمارة كاملة، بتقولي حتعملها على شكل مصغر زي مجسم، وتشوفي كيف الناس ممكن يعملوا انتراكت معاها. فالفولي عبارة عن زي تجربة لللانجوج تبعك. في ممكن ناس بتقول لا انا عايزة اعمل حاجة تكنيكال اكتر. في ناس ممكن تقول لا انا عايزة اشوف مثلا لو اقدر ابين يعني الفولي تبعي بيكون عبارة عن، هو عبارة كيف حيكون من خلال صورة معينة، مثلا من رندر معين. فهو حسب انتوا ايه هو هدفكم من المشروع، وكل مشروع ليه يعني اهدافه المعينة من البريف. واحنا حنساعدكم طبعا نقول لكم ايه هي اهداف الفولي. واحنا عندنا يعني تقريبا تو تاسك على الموضوع ده. اول واحده اللي هي فولي لوحدها، وثاني واحده اللي هو بعد ما اخذتوا مننا الفيدباك كيف حتقدروا تطوروا على الفولي، بنوديكم للاتجاه الصحيح عشان بعدين لما توصلوا مرحله التاور تقدروا تستخدموا الفولي كشيء اساسي كمرجع للعماره تبعكم. تمام ماشي، شكرا حضرتك. ما يهمك. أم... انا انا بس عايز اشوف. اوكي، هاو دو يو اوكي. تسنيم مش عارف لو شغال ولا لا المايك لسه. مفيش مشكلة. بصراحة أنا مقرر أكرس فترة الكورس كاملة للكورس فقط لا غير. متحمس جدا أخذ هذا الشغل. أنا متحمس كمان. لا اكسايتنج. في حاجات كتيرة إحنا في الليفل 03 السنة دي مختلفة عن السنة اللي قبليها. يعني أنا كلش متحمس صراحة، إنه حتى في تيوترز جبناهم متخصصين أكثر من بقية السنين في مجالات معينة، فكلش مهتم بالموضوع. هاجر، ما فهمتش الفولي. إن شاء الله هو الشرح اللي شرحته أنا لمريم هو كان واضح. في فاطمة كمان. I haven't decided on my graduation project type yet which would be more beneficial for me at this stage is level. Okay, how would this. Okay. في ناس كتيرة بيقولنا على موضوع احنا هل نخش level 02 ام level 03. آم، في ناس حابين يتعلموا مجال الشغل، وكيف كيف بنطبق رسومات اللي احنا نعملها في الشغل. وده موجود في level 02 وده موجود في level 03. الليفل 03 الحاجة اللي احنا بنحاول نعملها مختلفة، اللي هو بنخليه الموضوع اكسبيرمنتال اكتر. فواحد لو بيحس نفسه مثلا عنده مجال اهتمام في حاجات برا العمارة، او عايز يطور من العمارة تبعه لمجالات يعني مش الا يكون التقليدية، نقدر نقول ليفل 03 ممكن يساعدكم يوصلكم المرحلة دي. ليفل 02 هو بيدي لكم الاوبشن، لا انتوا هتطلعوا من ليفل 02 راح تعرفوا تشتغلوا في اوفيس بطريقه الاوفيس المعينه، هتعملوا دايجرامز حلوين. ليفل 03 لا انتوا هتعملوا دايجرامز بالطريقه اللي انتوا تحبوا تعملوها. وفي ناس كتيره بيخشونا لاست يير دخلونا ليفل 03 بيقولوا احنا بنحضر نفسنا لمشروع التخرج اللي هنخش له السنه الجديده. والناس لما يخشوا سنه الجراجويشن بروجكت تبعهم بيرجعوا لنا يقولوا لنا شكرا يعني عشان انتم بجد خليتونا نفكر في العماره بطريقه مختلفه، بحيث مشروعهم وصل للمرحله النكست ليفل بيسكلي من التفكير. عشان احنا بنحاول نغير طريقه التفكير اكثر مما نحاول نغير طريقه الاركتكتشر. اوكي، انا تقريبا جاوبت على الأسئلة موجودة في الشات. مش عارف لو في حد تاني عنده أي سؤال. مفيش أي سؤال. إيه ده؟ كان سمى طبعا أكيد مفيش مشكلة. هو يعني إحنا اليو كي لو محتاجة أي حاجة في اليو كي ورك فيلدز، أنا لو أقدر أساعدكم أكيد طبعا هساعد في الموضوع ده، ما عنديش مشكلة. حتى في ناس يعني لو حابة مثلا تفكر تدرس برا، by all means اسألوني، ما عنديش مشكلة. which platform. ممكن ممكن على حبعت حط في الشات دلوقتي الانستجرام البروفيشنال او بروفيشنال
بعمل له بوست فيه بالسنة مرة. مرات واحد بيتشغل بينسى الموضوع ده. بس ممكن تبعتوا لي على الانستغرام لو واحد عنده أي سؤال. هكتب. لو حتى يعني حد بيفكر مثلا يدرس برا. طبعا انا الاكسبيرينس تبعي هي بس تكون في اليوكي، ما عنديش اكسبيرينس في بلدان تانية. بس لو حد بيحاول يشتغل برا او يدرس برا، اسالوني، ما فيش مشكلة، بحاول يعني اساعد قدر اللي انا بقدر عليه. تمام. في ياسمين، تفضلي ياسمين. انا بحس ياسمين، مش عارف لو تقدري تفتحي المايك ولا لا، اجاوب على اسئله الكومنتس قبل بين ما تحاول تفتحي المايك. في لو هي اللي هو شوف على سؤال علي اللي هو بيسأل على لو مخلصين مشروع تخرج بيفيدنا الورشة ليفل 03 للشغل بعده أو هي أكثر أكاديمية. هي هي عملية كمان. هو حسب طبيعة المكتب اللي عايزين تخشوا لهم. يعني في مكاتب بيفضلوا الشغل اللي هو مش شغل أكاديمي، بس احنا ما بنعلم طريقة تفكير بتدور عليها مكاتب عالمية. المكاتب اللي هم الكبار دائما اللي بيفكروا بالكونسبت بيفكروا كيف، اللي هم بيخشوا كومبيتيشنز. في بعض المكاتب عندهم شغل اللي هو احنا عندنا كونتراكت مع شركات معينة، عندنا الشغل ده وعايزين نخلصه. في مكاتب ما عندهمش عندهم طبعا الكونتراكتس، بس بيهتموا اكثر في الكومبيتيشنز وبيتنافسوا مع بعض. زي مكاتب زي حديد، زي مكاتب فوستر، زي مكاتب كي بي اف، اس او ام. الناس دي كلهم بيج كلهم بيتنافسوا مع بعض. فلما هم بيتنافسوا مع بعض بيدوروا المكاتب دي دائما على ناس بتفكر بالطريقه الصح، بتفكر برا الصندوق. دائما بيدوروا على الشغل الاكاديمي اكثر من شغل البروفيشنال. فهو الليفل 03 حيساعدكم تدخلوا بالشركات اللي هي بتهتم بالتفكير المختلف، عشان هم عايزين ناس تفكر بطريقه مختلفه عشان يقدروا يكسبوا الناس التانيين. فهو اكثر اورينتد للكومبيتيشن بيست براكتسز اللي اقدر اقول. بدر، يعني احنا دائما بننصح، ما فيش ما بننصحش تماما واحد يخش لوحده. ما فيش حد يقدر يواكب الموضوع الليفل 03 لوحده، لازم يكون في تيم ورك. ومن ضمن الاشياء اللي بنعلمها في ليفل 03 كيف بنشتغل تيم ورك. وانا بالخصوص السنه دي عملت الموضوع بشتغل على تيم ورك اكثر. ف يعني انا بنصح ش- اهم نصيحه ممكن اقولها انه تتقبلون انه في حيكون تيم ورك معاكم. وهو ده حيفيدكم اصلا، هي دي اكبر فائده. انا بشوف انه ايش قد ما احنا نديكم معلومات، وحتى لو ليها الاساتذه تبعي في الجامعه، ايش قد ما هم عندهم معلومات، الطلبه نفسهم بين بعض هم يفيدوا بعض اكثر. ف مش حتقدر تواكب، انا من وجهه نظري مش حتقدر تواكب لوحدك. ما فيش حد يقدر يواكب لوحده عشان المتطلبات اكثر. يعني كل اسبوع انت متطلب منك 3 تاسكات كبار بيطولوا اسبوع. فما في يعني عايزيك تنام بصراحه، واحد لازم ينام يرتاح. كنتش محتار بين الليفل 0 من الشركات العالمية شغل اليو كي، بالخصوص انها ان هي مستوى انسب. ياسمين، باي ذا واي، انت لما تقدري تفتحي المايك افتحي المايك، لو مش قادرة يعني ممكن تكتبي الشات. انا كنتش محتار بين ليفل 0 وبين الشركات العالمية شغل في اليو كي بس. عمر، اعتقد هو الجواب اللي انا جاوبته لعلي هو نفس الحاجة، اللي هو لو انت كومبيتيشن بيست ده ليفل 03. ليفل 0 كمان بيدي لك نفس الحاجات اللي ممكن يدخلك لليفل للمكاتب الكومبيتيشن بيست. بس ليفل 03 هيعلمك حاجات معينة تطلع، اللي هي صراحة طريقة التعليم تبع الجامعات زي الاي اي والبارتلت، اللي هم أكتر جامعات. يعني لما واحد يطلع منهم البراكتسز بيدوروا على ناس منهم عشان هم بيفكروا بطريقة مختلفة. مش يعني انا في بعض الانترفيوز اللي عملناها في الشركة لناس هم يعني they were good صراحة، they were very good. بس المشكلة انه هو كان شغلهم تقليدي.
اوكي، طب انت شغلك تقليدي، احنا شغلك شايفيه في الناس التانية بيعملوا، ما بياخدوش الشغل عندنا. احنا محتاجين ناس بتفكر بطريقة مختلفة. فهو هي حسب كل انت طموحك فين وانتوا عايزين تروحوا فين. I can't open the mic. I just arrived. You're giving courses or what? How do we can join details? اوكي ياسمين، انا راح اخلي واحد لو تقدري تبعتي لاسي على الانستغرام، هم حيتابعوا معاكي. اعتقد الليكتشر، مش عارف الليكتشر اللي ريكوردد ولا لا، لازم اتاكد مع المدرسه. هو شفت انه في ريكوردينج في الموضوع، فان شاء الله تكون ريكوردينج. فممكن نقدر نبعت لك اياها كمان عشان تقدري تشوفي اللي احنا قدمناه دلوقتي، وهي ممكن يتوقع في ليفل 03. بس كورس از كلمينا، كلمي اس اي اي على الانستغرام بتاعهم، هم حيقدروا يوصلوك لللينكس الصح. Okay. Are there studios architecture companies in Egypt that are interested in competitions? How do you recommend, if any? في حفلة التخرج اللي دايما اس اي بتعملها، ودايما في دكاترة كتير من جامعات ومن من مكاتب بيدخلوا وبيشوفوا شغل الطلبة. ف وما شاء الله يعني كل سنة العدد بيزيد أكتر وأكتر، والحفلة بتكون كبيرة دائما، فإنه في اكسبوجر حيكون ليكم بعد ما تخلصوا الكورس، وإن شاء الله تقدروا تكونوا موجودين في حفلة التخرج. I'm a third year architecture student and I want to learn more about site analysis, diagrams and climate analysis. Will it better for me? لو يعني السايت اناليسيس والدايجرامز والكلايمت اناليسيس، يعني دي حاجات سبيسيفيك. الليفل 02 حيقدر يديلك المعلومات دي اكتر، عشان اكون صريح معاك يا عمر. بس ليفل 03 اللي هو ممكن تخش في الموضوع ده، بس هو احنا مش، انت اللي بتختار كيف تحدد المشروع تبعك. ليفل 02 انا بالنسبه لي لو اهتمامك في الكلايمت اناليسيس والحاجات دي، ليفل 02 ممكن يفيدك اكتر من ليفل 03. ده ما بيمنعش انه انت ممكن تعمل الحاجات دي في ليفل 03 بطريقه كرييتيف، بس لو انت عايز الموضوع كاناليسيس وكدايجرامز بروفيشنال، ليفل 02. آه، تسنيم، انا حطيت الانستغرام هاندل بتاعي على في الشات، تلاقيه ممكن فوق. تمام. بدي اضيف انها تفكير غاب عن جماعة. صح يا علي، هو ده من الاسباب اللي كمان الاساسيه اللي انا بحاول. احنا بنعمل ليفل 03. هي السبب الاساسي انه احنا انا بحب انه في كثير من الناس بيخشوا ويقولوا لك اكثر شيء حلو، انه انت اكثر شيء حلو ومش حلو في ليفل 03 الحريه. الحريه اللي الواحد مش عارف يعمل ايه، بس بنفس الوقت هي حلوه الحريه عشان تقدر تعمل اللي انت عايزه. واحنا دائما بنساعدكم، احنا اللي بنعمله احنا بنساعدكم، بنحاول يعني بنكليك في الباتنز الصح اللي عندكم عشان ايه بنطلع الكرياتيفيتي بتاعتكم. ده هو شغلنا احنا. طب ممكن اشوف فيه النتائج عشان اقدر اشوف اقدر اشوف. احنا عملنا لكتشرات قبل كم يوم من الطلبة المركز الثالث والثاني والأول، قبل البارحة وأول أول امبارح، فدول كانوا هو بعض الشغل اللي موجود كنموذج للشغل اللي عملوه دلوقتي. ممكن أعمل شير سكرين على السريع. أم، بس لازم أرجع شوية أنا لورا. ده شغل الطلبة اللي عملوه. فاحنا هو ده الليفل اللي احنا بنتوقعه من التلاميذ بنهاية الكورس. زي ما قلت، في بعض الشغل اللي بتشوفوه على الشمال تقريبا، بعض الشغل الكولاج والسكتشز دول كانوا من ضمن البروسيس مش الفاينل برودكت، وحتى في حاجات على اليمين. بس هو ده الشغل اللي جمعناه احنا في اخر كم سنة من ليفل 03. اوكي. أم... آه. طب ممكن اشوف. اوكي، ده يا عمر، في باي فترة من الكورس راح يتم فتح المجال للمشتركين ان يشكلوا مجموعات؟ من الاسبوع الثاني حيكون عندكم انتوا فرصة انه تبينوا كل واحد شغله من اول اسبوع. وممكن وفي انا دي شفت الناس كتيرة بيقولوا انهم دخلوا لوحدهم، بعدين بيقولوا اوكي احنا شفنا شغل الناس ده زي شغلنا، ممكن احنا نستفاد منهم. فبيحاولوا يعني يتعرفوا بعض جوه الكورس وبيعملوا مشروع مع بعض. وفي ناس كتيرة بتنجح في الموضوع ده وبياخدوا المراكز الأولى.
عمر، احنا عندنا، احنا هو في بروسس، يعني هو انتوا تقريبا في ناس كتير بتسأل على الموضوع المجموعات. المجموعات احنا عندنا يعني دائما نعمل انه انتوا تعملوا اول اسبوع، اول اسبوع اول تاسك individual، حيكون تاسك بسيط، والشغل حيكون موجود لكل الناس. وبعدين على حسب حنحط جوجل شيتس، والناس بتسجل اسمها مع بعض. واحنا كمان عندنا واتساب جروب، وعندنا كوردينيتور بنساعد الناس اللي ما لاقيش جروب يلاقي جروب معين يناسبون الشغل، يناسب الشغل اللي هم بيقدموه. احنا بنحاول قدر الامكان، يعني مثلا لو جيت للكوردينيتور احنا بنحاول نبعد نفسنا من الموضوع ده، بس at the same time لو في حد محتاج مساعدة، احنا موجود عندنا كوردينيتور شغلانتها انه هي بس تساعد الطلبة في الكورس كله، تعتبروها زي التلميذ الرابع معاكم، فهي حتساعدكم دائما تخشوا في المجموعات. How do early stage colleges do matter within the design for هذا؟ يوسف، هو ده اهم سؤال، يعني هو ده السؤال اللي احنا، هي دي الليفل 03 راح يبين لك ليه الكولاج حيكون مهم. احنا بالنسبه لنا الكولاج اهم حاجه عشان هو فيجوال انتربريتيشن. واحد لما يقرا كتاب يقول لي انا قريت الكتاب وعملت لي كتبت لي سطور ما فيش حد حيقراها في حياته، وممكن اصلا موجوده من الاي اي، انت بتروح لجيميناي تكتب لك حاجه بيبقى لي كوبي بيست. لا، احنا عايزين واحد يقرا يفهم ويطلع اللي في مخه طريقه كرييتيف. فدي this is why الكولاج مهم. والكولاج ده يعني بروسس صراحة. حتى لما انا كنت في اوكسفورد بروكس لما استخدمته قالوا لي انه يا ريت تتعلموا للطلبة في الماجستير، يا ريت تعلموا للطلبة في الاندر جراد، في الناس اللي بيعملوا الباتشلرز، عشان الموضوع يعني كان ناجح بطريقة مش طبيعية. كيف عشان واحد يبين افكاره بسرعة والموضوع ما يطولش. Um, If I focus on my graduation project and my career in Egypt, with levels you'll be able to most architecture firms have same projects realistic architecture visualization presentation skills. لو الموضوع على الجراجويشن البروجكت هو آخر فرصة ليكم عشان تعملوا اللي انتم حابين تعملوه ككرياتيفيتي. فهو الموضوع راجع لكل واحد وإيه هي طموحه لكل واحد. أنا بقول ليفل 03 هم للناس اللي عايزين يحبوا، بيحبوا الاكسبيرمنتيشنز، بيدوروا على حاجات مختلفة، بيحبوا يكونوا مختلفين. فعايز عندهم طموح، بيكونوا يعني حيغيروا من نمط العمارة في البلد. فهو ده ليفل 03 بيساعدكم في الجراجويشن بروجكت، تعملوا الجراجويشن بروجكت اللي انتم حابين. من ناحية الشغل لا، هو ليفل 02 ليفل 03 كل واحد، وطبعا مختلفين. يعني صراحه مختلفين. ليفل 02 راح يكون اندستري ستاندرد اكتر، حيعلمكم كيف الاندستري شغاله 100%. بس زي ما قلت لكم مش كل المكاتب حترضى في الشغل ده، بس في مكاتب حترضى بالشغل ده. لو طلعتوا من ليفل 03، المكاتب نفسها اللي قبلتكم في ليفل 02 حتقبلكم في ليفل 03 عشان حتشوف عندكم يعني شطحه حلوه في مجال العماره. وانا دي من تجربتي الشخصيه كمان، انا دخلت على شركه صغيره، شركه بتهتم بشغل الليفل 02 تقدروا تقولوا، وشركه دلوقتي اللي هي بتهتم بالليفل 03. وانا نمط البورتفوليو تبعي هو عباره عن اكاديمي ليفل 03 بحت، بس قدرت اخش الثلاثه، والثلاثه قدرت يعني اثبت اللانجوج والديزاين بروسيس بتاعي فيها. فهو الموضوع راجع لكم انتوا عايزين تعملوا ايه، بس الاثنين فيهم فوائد مش طبيعيه. ليفل 02 هيخليكم توصلوا رأسا، انت جاهز تقعد في المكتب وتشتغل. بس هل معناها انه يخليك تاخد الشغل؟ ده توفيق من الرب ده، ما فيش. بس يعني قلت لك في ناس مش مهتمه بالموضوع. اوكي، احنا ممكن نعلم واحد كرييتيف بس ما عندوش السكيلز انه بيعمل دايجرامز زي ما احنا عايزين. ما فيش مشكله، اهم حاجه يكون كرييتيف، اهم حاجه يكون عنده حس انه بده يجرب، بده يتعلم، اهم من انه هو يعرف المعلومه. هو كل براكتس مختلف. وهلا يجي لك واحد من براكتس ثاني بيقول لك لا، انا اصلا عايز واحد يعرف لي يرسم لي تفصيل الديتيل الستركشر سلاب كيف تشتغل. كل واحد وحسب هو اللي عايز ايه من العمارة، من المكتب بتاعه، وهي طبيعة الشغل اللي هو موجود فيها. انا وي تارجت از ذا بيج وانز. طريقة التفكير ال... ان شاء الله واحد منكم يطلع الاركتكت الكبير الجديد. ليه لا؟ كلنا بدينا في نفس المرحلة.
تاسكات اللي متطلب أسبوعيا من المشتركين. لمحة عن طبيعة التاسكات اللي تتطلب أسبوعيا. أم ممكن هو تاسك، أي تاسك ممكن أنا هو التاسكات موجودة عندي إياهم، بس لسه مش عاملهم بي دي إف، لازم أعملهم بي دي إف، موجود كاتبهم. أم في تاسك اللي هو نقدر نقول يعني مثلا واحد، التاسكات عبارة عن، هو التاسك كبير وعندك تعتبر فيه زي ميني، زي ستادي 1 ستادي 2 ستادي 3. كل ستادي يمسكها طالب، والستادي دي مثلا بتقول لك، واحده من الستاديز بتقول لك انت دور لي على سكن للعماره بتاعك يكون حلو. فواحد بيكون مختص في السكن، بيدور على اشكال حلوه كيف ممكن يطبقها. الثاني بنقول لك طب انت فكر لي ايه هي الفانكشن تبع السبيسز اللي جوه المكان ده. فواحد اللي بده يفكر بطريقه، طب كيف يوزع الاماكن، وهل يهتم هل يهتم مثلا بالفيوز، بيهتم بالفيرتيكاليتي، بيهتم انه هي تكون كلها مسطحه. هو اللي بيحدد كيف المربعات وكيف نمط الناس بتتحرك بين الاماكن. ولازم طبعا يتكلم مع الواحد اللي بيصمم من برا، عشان يقدروا يعملوا مشروع واحد. هي بدوي الشغل بيشتغل كده، احنا بالشغل نعمل كده. والحد الثالث اللي هو بيهتم ايه، السيستم. طب احنا لما عملنا المشروع ده ايه هي فائدته للي حواليه، بيهتم بالكونتكست، يهتم بالماستر بلان اللي حواليه، بيهتم بالمدينه اللي حواليه كيف ممكن يطبق. ده الثالث واحد انا بعتبره اهم واحد، عشان هو اللي حيكون صاحب الفكره، هو الدايركتور تبع الفكره، حيتاكد انه الاثنين بيشتغلوا مع بعض، وهو بيضيف المعلومات اللي عملوا لها ريسيرش، ويتاكد انه المشروع لسه بيشغال بالطريقه اللي هم بنوا البريف الاساسيه عليه. فلو بتشوفوا انتوا الموضوع محتاج انه الثلاثه موجودين مع بعض، يشتغلوا في وقتهم، وبيشتغلوا بعدين يعملوا كوردينيشن مع بعض. اللي بتتطلب اسبوعين من المشتركين ممكن لمحة عن وطبيعة التاسكات اوكي، دي اللمحة. international firms ask more for execution and technical. ياسمين كمان depends على اي براكتس. انت حسب اي انترناشونال فيرم يعني. زها حديد مش هتسأل، مش زها حديد مش هيعملوا execution وتكنيكال. في اركتكتس اللي هم بيربحوا شغل competitions، محتاجين كونسبت كريتيفيتي، محتاجين انه انت تكوني كريتيف اكتر من التاني، عشان يقدروا يكسبوا المشروع، عشان يقدروا يدفعوا لنا فلوس. في ناس بيقولوا لا، احنا وي نو هاو تو نعمل اكسكيوشن. فواحد يعمل الديزاين بيستلم اركتكت تاني بيستلم المشروع الواحد اللي عمل له الكريتيف عمله، وهو بيقول انا هعمله حقيقة، عشان ده الكريتيف ما يعرفش يعمل الستراكشر مظبوط، وهي دي حقيقة. فبيروح هو بياخد المشروع ويعمله على ارض الواقع. فانت حسب، هل تريدين تكوني انت الكريتيف سايد اللي بيعمل الافكار الغريبه واللي ممكن لا تطبق، بس هو they're pushing the limits، او عايزه تكوني الانسان اللي هو بياخد مشروع ويطبقه على ارض الحقيقه وينبني المشروع، ويكون موجود على ارض الواقع. انا من الناس طبعا اللي مش مهتم انه المشروع صراحه بينبني على ارض الواقع. حلو لما بشوف المبنى تبعي يكون موجود على ارض الواقع وبفرح، بس يعني اوكي. الصراحة بزعل منه انه الحاجات اللي انا حطيتها في الديزاين اللي راحت في الديزاين عشان فلوس، ولا عشان انا رحت الموضوع مختلف، كرياتيفيتي ما ظبطتش مع الحقيقة، عملت عمود بيطير مثلا او شيء، وحصلت قبل كده. كم عدد كل المجموع؟ ماكس ثلاثة، هم احنا دائما ثلاثة احنا عاملين الكورس لثلاثة، وكل الجروبس حيكونوا ثلاثة. امتى هيبدأ الورك شوبس؟ هتبدأ يوم، او الانترودكشن يوم 15/7، عشان بس اتاكد، خلي اتاكد عشان مش هديلكم معلومه غلط، انا بتلخبط بالايام. يوم الاربعاء 15/7، اول وحده، اول تاسك يبدي يوم الاربعاء، او الانترودكشن تقريبا زي دي. وبعدين اليوم الجمعه او السبت، لازم اتاكد من البروجرام، جمعه وسبت اول تاسك ينزل، وكل تاسك يطول اسبوع، في بعض التاسكات بتطول اسبوعين. I'd like to ask if there's any way I can register and still benefit from the 40% group discount even if I don't already have a group, if possible could you. آه والله يا فاطمة، أنا يعني مجالي أنا بهتم أكتر في الكورس
الكونتنت تبعه. الإدارة هي اللي تهتم بموضوع الديسكاونتس وكيف لو عايزين تخش في جروبس. اللي بنصحه دائما انه روحوا كلموا الاس اي اي على فيسبوك او على انستغرام، ابعتوا لهم مسج وهم حيردوا عليكم. انا عارفهم ان هم بيردوا دلوقتي على السريع، يعني هم البرايورتي تبعهم بيردوا عشان يدخلوا الناس للكورس. هاي عندهم البرايورتي، وانا عن نفسي حاكد لهم انه في ناس كثيره دلوقتي سالت وعايزين يدخلوا لكم عشان هم يتابعوا معاكم. انا بالنسبه لي ما اقدرش، يعني ما عنديش القوة انه اقول يلا حدخلك، عشان انا اهتم اكثر بالكونتنت. I am fourth year architecture students. We still get briefs for the design. طبعا طبعا. انت راح تعملوا البريف تبعكم، وانتوا هتقدروا يعني هتكتشفوا انه انتوا لما تعملوا البريف تبعكم مش هيكون مختلف جدا عن البريف اللي هي بتدي اللي تاخدوها من الجامعة. صراحة هي ناس هتشوفوا الناس كيف تعمل البريف، كيف الاساتذة تبعكم بيختاروا البريف، فهيكون عندكم كده انسايت اكتر عن كيف البروسيس الاساتذه بيدوا البريف، عشان انتوا هتكونوا هتعملوا البريف تبعكم و... وكيف تلعبوا بالبريف، يعني زي لايف هاكس، كيف واحد ممكن يسلم بريف وكيف ممكن يلعب فيها. طبعا would it be beneficial for graduates or master students؟ طبعا. يعني الموضوع اللي احنا عملناه انا اتعلمته في ماسترز في الماجستير، الحاجات اللي انا هلا شرحتهم. يعني وانا كنت جراجويت كمان، انا بين الباشلر والماسترز اشتغلت سنه ولا سنتين، حاجه زي كده. فكنت اوريدي شغال ودخلت الماجستير ولسه اتعلمت الحاجات اللي انا اتعلمتها، فاكيد طبعا حتفيد. سؤال غريب. طب انا عندي سؤال غريب شويه بس مهم لكثير مننا، انها مكاتب ذات رواتب اعلى نسبيا، المكاتب اللي شغاله ليفل 0 زي 02 ولا 03؟ سؤال حلو الصراحه. ليفل 0 يعني هم الاثنين يدخلوا في نفس المكاتب. اللي بعرفه الكومبيتيشن بيس، الناس الكومبيتيشن بيس بياخدوا رواتب اعلى، بس احتمال انه تنطردوا من الشركة اعلى، عشان الاندستري مثلا مشاريع توقف، يقول لك يلا مع السلامة ما عندناش فلوس، بس الفلوس حلوة، فهي فيها ريسك. وطبعا لو واحد شاطر ممكن بيضل حتى لما يعني ما يطلعش من الشركة عادي. في ناس انه بتثبت جدارتها بالفترة اللي هم فيها ويقولوا لا احنا عايزين نخلي الناس دي معانا. بس هي هذه المشكلة مع الشركات الكبار كلهم بيعملوا، طلعوا 15% من او 20% من الناس. ودي المشكلة دي بتحصل حتى في الشركات اللي هي تعتبروها انه هي عندهم كونتراكتس، والحاجات دي كمان ممكن يحصل فيها نفس الحاجة ويقول لك يلا مع السلامة. دي حصلت انا قدامي، حصلت كتير. و doesn't matter انت احسن واحد اسوأ واحد، الموضوع مش بيرسونال، الموضوع هو ماني. دفعنا لك فلوس ما عندناش فلوس، مع السلامة سوري، في مكتب تاني عنده شغل روح عليه. في ناس بتعمل شفل على المكاتب كلهم. بس مش كده، لو التاسك هتكون من 3 لا يا فاطمة، هو أنا بس بجاوب على السؤال. بس مش كده، لو التاسك متكون من 3 أجزاء تقسموا على 3، كل واحد هيشتغل على بوينت، مش هيقدر، مش هيكون مدرك أو متقن للتاسك كله. هو واحد هيكون متخصص في جزء من التاسك، بيمسك حاجة من التاسك، مش معناها إنه هو ما يعرفش التاسك إيه. هو شغلانته إنه يكون متخصص في التاسك، عنده التاتش تبعه في التاسك، وفي نفس الوقت بياخذ المعلومات من التانيين، عشان هو ما عندوش الوقت انه مثلا انا افكر لي في الفساد، هفكر لي في الفانكشن، وهفكر لي في المدينه في نفس الوقت. لا، هو عنده حيعمل ريسيرش في ده، والتاني حيقدم له شغل الثاني ويتكلموا مع بعض. يعني مثلا بيجي مثلا الحد اللي مهتم في الفساد يقول انا دورت في الافكار دي ودي ودي، ايه رايكم ايه نعمل ايه؟ وهي مثلا انت بتيجي وتقولي لا انا فكرت في الانتيري بيكون كده وكده وكده، ممكن ده بيشتغل مع ده، وتفكروا مع بعض. هو الموضوع بيسهل لكم، مش بيخليكم انتوا انا هقعد في زاويه وبشتغل لوحدي.
الجروبس اللي حصلوا المركز الاول اخر سنه، هم انا شفتهم، احنا اخذنا الفكره منهم عشان هم اشتغلوا، كل واحد صار عنده متخصص. قال يا شباب يعني انا كويس في الحاجه دي، انا مش احسن حاجه في الحاجه دي صراحه، فانا حكون يعني احاول قدر الامكان اشد المشروع في المكان ده، وانتوا احسن مني في المكان ده، فيا ريت تشدوا الموضوع في المكان ده واشتغلوا مع بعض. وهو اتعلم بنهايه الكورس، اتعلم من الحاجات اللي هو ضعيف فيها من الناس التانيين. ده هو اللي بقول لكم، انه انتوا حتتعلموا من بعضكم اكتر ما حتتعلموا مننا كمان، عشان انتوا لو عرفتوا كل واحد ايه نقاط قوته وايه نقاط ضعفه، دي حاجه حلوه عشان حتى تقدروا تكونوا مع ناس عندهم نقاط ضعفكم هي نقاط قوتهم، تتعلموا منهم. واللي يطلع اهم حاجه المشروع يطلع حلو. المشروع اللي انتوا حتكونوا تحطوه في البورتفوليو وتروحوا تدوروا على شغل فيه، حيكون هو الشيء اللي انتوا جايز فخورين فيه. Is there any references as books that experimental projects rely on could prepare students before the workshops؟ اقروا اي كتاب انتوا بتحبوه يعني، اتفرجوا على اي فيلم انتوا بتحبوه يعني. انا بحب الفيديو جيمز، عشان مشروعي اشتريت لي لعبة سايبر بانك، ولعبت لعبة سايبر بانك. ما لهاش دخل يعني لها دخل بالاركتكشر، بس انا قلت هي ده الانسبيريشن بتاعي. ف... اتفرجت على اركين على نتفليكس. فاعملوا الحاجات اللي انتوا بتحبوها تعملوها، وهي دي الرفرة. انا اللي عايز كل واحد يفكر ايه هي الحاجات اللي هو بيحب يعملها برا العمارة. لو هلا قلنا له مش حتكون معماري، انت حتكون ايه؟ انا حتكون فيديو جيم ديفلوبر، فبحب الفيديو جيمز، فخش في الموضوع ده. فكل واحد يفكر في الموضوع ده ويروح يقرا كتب، يلعب العاب. ليش روح يلعب لك لعبة وهو ده الريسيرش بتاعك؟ That's fair enough. هل في أي إلزام أنه لازم يكون الجميع ضمن فرق، أم أنه في مجال يستمر بالوركشوب لوحده بشكل فردي ولو أنه تكون مهمة صعبة وثقيلة؟ يعني هل يوجد حرية للطالب أن يستمر لوحده؟ بدل انت عايز تقعد، انت عايز تشتغل لوحدك، انا بقول لك مش هتقدر تشتغل لوحدك. انا اقول لك مش هتقدر تشتغل لوحدك. حتى لو جبنا هلا ازاحه حديد وعايز تشتغل، مش هتقدر تشتغل لوحدها، عشان it's too much for too short time. الموضوع اكبر بكتير، انه في وقت قصير مفيش. يعني حتى لو انت مش هتنام وهتكمل تطبق اليوم على يوم، مش هتقدر تكمل التاسكات بالطريقه صح. وبعدين راح توصل مرحله ان انت تحس نفسك انت متاخر عن بقيه التلاميذ، راح يعني تكره الكورس. وده حصل كتير. ف يعني هي انا اللي بقوله انه انتوا، احنا اصلا هلا قلت لك هندخل الناس يعني مثلا لو دخلنا مثلا مش عارف، لو دخلنا قلنا 10 جروبس احنا السنه دي، هندخل 30 طالب، مش هندخل 31، مش هندخل 29. ونتوقع ال 30 طالب كل واحد هيكون ضمن جروب. فانتوا لازم تعملوا جروبس. وده اصلا بيعلمكم يعني مجال الشغل هو كمان لازم تتعلموا تيم ورك. انت مجال الشغل هتتعامل مع الفريق تبعك 10 اشخاص، ولازم تتعامل مع كوردينيشن مع 10 اركتكتس، وكل واحد بشخصيته. وفي شخصيات صعبه، في شخصيات سهله، في شخصيات مرحه، في شخصيات كئيبه. فهو اصلا ده بيعلمك حاجه في الشغل انت مش عارف، لو الناس اللي ما اشتغلتش لسه ما تعرفش موجوده. تعامل مع اركتكتس. اكتر ناس صعبين بالتعامل هم الاركتكتس، لان كل واحد عايز يقول انا الكرييتيف انا اللي بعرف اعمل كده. ناس صعبين. احنا ناس صعبين، فده هيدي لك كده تيست للشغل هيكون ايه. فلا هتكون تيم ورك، الموضوع تيم ورك. والله يرحمها بجد. Magazines, academic work, any references you could widen our way of thinking about architecture. انا بقول لك يا يوسف، روح اتفرج حاجه حلوه على نتفليكس. دي هي ده هو الصح. انا اللي عايز من كل واحد، لو عايز يحضر نفسه لليفل 03 عايز يجي لي يقول لي انا ما بحبش العماره وبحب كذا وكذا وكذا، وانا اقول لك اوكي كيف نعملها انتو اركتكتشر. مش محتاج اقول لك روح ادرس فوستر كيف درس اركتكتشر وكيف كبر نفسه. لا. روح انت انسان يعني، راح تكون لمستك خاصة. فلازم عندك الطريق تبعك الخاص. الطريق تبعك الخاص بيمشي انه مجالات اهتمامك الخاصة، مش زي ما فوستر قال ولا مش عارف مين قال. هم نجحوا خلاص، مش لازم احنا نتبع خطواتهم، لأن في ناس كتير بتحاول تتبع خطواتهم، وحيكونوا ناس يعني ليش هم بس
يعني الصراحة هم ناس من ضمن 1000 واحد أو مئات ملايين الناس اللي هم بيحاولوا يقلدوا الموضوع ده وخلاص. مش هم اللي حيطلعوا حاجة الليفلز اللي في عايزة تكونها. do your interest. شوف أنت محتاج تحب الفوتبول، مش مصر هتلعب أرجنتينا، روحوا اتفرج كرة. دي ممكن نعملها اركتكتشر، حنشوف كيف ندرس جول محمد صلاح مثلا أو شيء whatever. To build upon what you said, said to build upon what you said, no one at any field, no matter how professional he is, can be good at everything. For architecture, that's 10 times harder, I guess. طبعا. الحلو العمارة احنا يعني بنعرف حاجات بسيطة عن كل حاجة، بس يعني في ناس بتكون سبيشالايزد وده يعني حرية ليهم. انا بمل لو انا عملت عمارات ريزيدنشال حياتي كلها بمل. فانا بحب التنويع، بحب اتعلم من حاجات كتير، بحب exploration. So I want to know more about what's level 02 actually like. What do you usually cover in the lectures and tasks? And for the technical stuff, how does that work? Do software sessions match whatever you're doing in design? Or are they taught separately? If they are taught separately, how would... Okay. عمر أنا level 03 كونتنت. ما أعرفش level 02 بيعملوا إيه. أنا اللي بعرفه، وأنا بقول لك يعني المعلومة دي مش اكيد منها، لازم تروح تسال ليفل 02. عبد الرحمن خطاب هو الكورس دايركتور ليفل 02، هيعرف اكتر عن الكونتنت. اللي علموهم رافت كيف يستخدموا رافت، ورافت اندستري ستاندرد. احنا ليفل 03 هنعلمك ايه؟ هنعلمك راينو، جراس هوبر، دي 5. ف سوفت ويرز مختلفين عن بعض. اتفضل يا عمر. هو السؤال عن ازاي بنماتش التكنيكال سكيلز او السوفت ويرز اللي بنتعلمها مع الديزاين بروسس في نفس الوقت. ان انا ممكن يطلب مني تاسك مثلا في البدايه محتاج مني ان انا ابقى عارف حاجه تكنيكال في السوفت وير احنا لسه هنوصل لها مثلا بعدين. فايه انا بسال على الكوردينيشن اللي بين الاثنين، بين الديزاين بروسس وبين التكنيكال سوفت ويرز. بس ده مش ليفل 02 قصدك، ده ليفل 03 صح؟ ما هي موجوده برضو في ليفل 02 سواء في ريفت او فوتوشوب او دي 5. انا هجاوبك على الليفل 03 عشان انا اللي عملت البروجرام لليفل 03. ما اعرفش الليفل 02 ازاي شغالين. مش عايز اقول لك حاجه وبعدين تروح لليفل 02 تكتشف حاجه مختلفه. ليفل 03 أم، قللنا البرامج. هتتعلم في ريكوردد ليكتشر هتعلمك راينو، والريكوردد ليكتشر هتعلمك كيف تعمل التاسك اللي احنا مدين لك اياها within the software، وتدي لك كده اوبشنات معينه. انت ممكن تعمل التاسك بالطريقه دي، الطريقه دي، الطريقه دي، وفي تولز معينه I recommend you use عشان تستخدم التاسك دي. فهو انت هتتعلم. يعني احنا مش هنقول لك من اول اسبوع روح اعمل لي عماره في برنامج انت ما تعرفوش، لا. احنا هنقول لك اعمل حاجه صغيره يعني زي ما انت الكورس اللي انت بتعمله اللي حد يشوفه على اليوتيوب. راح اليوم هنعمل حاجه مصغره ويعلمك ستيب باي ستيب كيف تعملوه. احنا كمان قررنا انه نعمل الكورس بطريقه انه ينبني شويه شويه مع سوفت وير معينه. حتى لو ما عندكش اي معلومات عنها راح تقدر تمشي بالخطوات المعينه. ولو عندك اهتمام مثلا، احنا this is why last year كنا مركزين شويه على جراس هوبر. في ناس ما قدرتش تستخدم جراس هوبر عشان لسه ما يعرفوش راينو. فقررنا السنه دي هنركز على اكثر شيء على راينو، بس في نفس الوقت عايزين البارامتر ديزاين يكون موجود، فخلينا جراس هوبر موجود. في ليكتشرز عن جراس هوبر، في اكسبرت كل اسبوع تقريبا معانا عندها سيشنز. لو حد حابب يخش في موضوع الجراس هوبر، شيز سبيشالست. هي تشتغل شغلانتها جراس هوبر في الحقيقه، فهي تقدر تساعدنا انه نستخدم الجراس هوبر. فيعني احنا ماشيين طريقه كيف تمشي المشروع وكيف تتعلم سوفتر كلهم بيمشوا مع بعض. ومدين يعني مثلا بينزل الريكورد ليكتشر، مديلكم يوم كامل قبل ما ينزل التاسك. في اليوم ده بتقروا الريكوردد ليكتشر، بتحاولوا تتعلموا السوفت وير، وبعدين ينزل التاسك. والتاسك حيكون حاجه مش بعيده عن اللي اتعلمتوه من الريكوردد ليكتشر وتطبقوه. This is what we do how we did the course. ان شاء الله ده بجاوب السؤال. الله اوكي حلو. I like that you are a gamer too and I like more that you play Cyberpunk. I like the gamer mindset. بالضبط.
شكرا. ما معناها انت جيمر كمان، فمعناها انت حتخش الكورس ممكن انا وياك نتكلم في اي موضوع، ممكن نعمله عمارة. that would be interesting. The most personal is the most creative. مارتن، حلوة دي، خدها دي ويعني ادور عليها في النوتس، حطها في النوتس عندي. كيف واحد يفتح سفاري؟ سفاري حلوة الجملة دي. the most personal is most creative. ممكن هاخدها واشيل مارتن واحط محمد العلي، ما فيش حدا حيعرف. والاي اي بي انكلودد. عندنا لكتشر يقول لك الاي اي كيف تستخدمه. انا بكره الاي اي، بس يعني الصراحه بستخدمه كل يوم، بس it's part of the industry. ف I accept it. وفي لكتشر بتقول لك how to use it, when to use it, when not to use it. عشان مش عايزين الاي اي هو اللي بيصمم لكم العماره كلها، وبعدين الواحد يكتب اسمه عليها. لا، هو جيميناي عمل الصوره دي. لا. أم بصراحة صحيح فعلا أنا متحمس أخدها تجربة لوحدي بكامل جوانبها وصعوباتها، وحاسس إنه عندي القدرة جاهز أكمل فيها وأستوفي متطلبات كاملة. أتمنى يكون مفتوح المجال للمشاركين يستمروا لوحدهم. ماشي. بدر قول روح كلم الاس اي اي، من قول لهم محمد العلي، ما دام يعني مصمم انت. محمد العلي قال انه انا بحب اخش الكورس لوحدي، وانا متفهم تماما انه انا هدخل الكورس لوحدي. انا هعمل استثناء، وانا بقول لك انت بعد 3 اسابيع انا هعمل معك ميتنج وهتقول لي لا والله الموضوع صعب، واقول لك انت ما عندكش جروب عشان لانه احنا هنكون اوريدي 30 واحد، انت هتكون 31. فانا بقول لك جرب. بس انا يعني نسبة 99.999% اقول لك الموضوع هيكون صعب. الموضوع مش في متطلبات كتيرة، ويعني بس لو انت مصمم اوكي، نشوف اللي هتعمل ايه. ايمان تسأل طيب انا خلصت سنة ثالثة وداخلة سنة رابعة، تعلمت ريفت وفوتوشوب وبرامج رندرز، وعملنا مشاريع كاملة في سنة ثالثة. حاليا افضل لي ليفل 03. لا لا، في سنة رابعة راح يكون تقيل وواقع مني حاجات كثيرة، فأدخل ليفل 02 أحسن. أم لو حابب يعني هو رافد تقري إيه؟ يعني لو متعلم رافد وحبيتي رافد بدك تكملي في رافد، احنا مش هنعلم رافد. ليفل 02 بيعلم رافد. فلو شايف السوفت وير ده حلو اوكي، احنا بنعلمه راينو، بنعلم كيف نستخدم راينو. وراينو يعني اندستري ستاندرد كمان، زيه زي رافد. ف لو حابة تتعلمي راينو ويكون عندك معلومات عن راينو وكيف تعملي مشروع في راينو، خشي ليفل 03، عشان ليفل 02 مش هيدي لك الفرصة دي. بس لو حابة تكملي في ريفت وتكوني اكسبرت في ريفت وتعملي دايجرامز بروفيشنال في ريفت، السوفت وير اللي انت بتعرفيه وعايزة توصلي للمرحلة النكست ستيب فيه، فبرنامج ليفل 02 حيكون احسن. ان شاء الله ده بيرد على سؤالك. Is it really worth it? One can't achieve that level of speculation by homeschooling. يوسف، يعني التجربة اللي هنا من السنوات اللي قبليها أثبتت نجاحها الصراحة. وهو الفكرة ليفل 03 إنه أنت حتكون الموتيفيشن يعني لنفسك. هو الواحد عايز هو يفيد نفسه بالنهاية. إحنا اللي بنعمله إحنا زنانين. أنا أكتر واحد حيزن على كل الطلبة، ويبعت مسجات تقريبا طول الكورس في أي ساعة. ما عنديش انا ساعة نوم، ساعة ساعة شغل. لا، انا ببعت مسجات دائما للطلبة كلهم. اللي خايف مثلا منهم انه لا محتاج انه يشدوا نفسهم شوي اكتر، يعني ابعت لهم مسجات كتير عشان بتاكد منهم. فهو يعني الموضوع بايديكم بالنهاية، احنا بنزنانينه بس لو واحد مش عايز تبرفورم اب تو ذم في حياتهم صراحة. انا سجلت فعلا في زي ناطر يبدا على نار. حلو بدر. عاد انا هكلم عبد الرحمن واقول له بدر اعتبره لوحده. هقول له يعتبره لوحده، مش يعتبره ضمن الثلاثه. وانا اشوف عبد الرحمن، عشان عبد الرحمن خطاب هو الدايركتور، هو المسؤول عن الليفل 02 ليفل 03، وهشوف ردة فعله.
ممكن يقول لي ما فيش، عشان احنا اوريدي حسبناك كضمن جروب، لازم نشوف. So level 02 is more technical, level 03 is more visual and for exploration. نعم، تصنيف بالضبط. competitions. احنا اصلا يعني البريف تبعنا الاساسيه كانت ايفولو competition لتاور، ف احنا competition based. طيب بالنسبه لو عايز ادمج بين الرافت وراينو اعمل ايه؟ انا شغال رافت وراينو وجراس هوبر وابدي اعرف انتقل بيناتهم بسهوله. والله يا عمر السؤال يعني ليه يعني هو ده مشروع حقيقي. الموضوع صار لو انت عايز بين رافت وراينو تبدا يعني ده this is what we do بالشغل حقيقي. يعني احنا ليفل 03 من اقول لك تعال استخدم راينو، بس انت لو بتشوف انه رافت في فائده اكثر، وانا اشوف مثلا رافت بيرسم فيه بلان اسهل واحلى اسرع من راينو، فانت ممكن تستخدم رافت فيه. يعني هو انت لو انت حابب تستخدم بلندر، انا المشروع اللي استخدمت فيه بلندر فيه. بستخدم مشروع انا استخدمت فيه انريل انجن، مشروع استخدمت فيه هوديني اللي هي اصلا مش سوفت وير اركتكتشر، وقدرت اعمل مشاريع والناس كانت تشتغل راين وناس تشتغل رافت. فهو السوفت وير اتس اب تو يو اللي انت بتجي تستخدمه. احنا اللي عملناه انه قلنا اوكي احنا بنقرر ان نستخدم راينو لحاجه وكذا 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 وكذا، عشان الكومبيتيشن بيست براكتس بيدوروا على راينو يوزرز. بس لو انت حابب تشوف رافت انه هو كمان حيفيدك والانتجريشن بين الاثنين، انا ما عنديش مشكله. انا كنفسي انا بستخدم الاثنين واعرف الانتجريشن بين الاثنين، فانا ممكن حتى اساعدك. لو انت دخلت انا ممكن موجود واقول لك اوكي طب كيف واحد ممكن يشتغل بين رافت وراينو، امتى واحد يوقف راينو وامتى واحد ممكن يوقف رافت، وامتى انا لسه بجرب، لان هو انا لسه بجرب بين الاثنين. يعني انا عندي خبره فيهم، خبره سنتين بشتغل بين البرنامجين بروفيشنالي، بغير بيناتهم وادي لك الاكسبيرينس تبعي في الموضوع ده. How to be well feeded visually before the W. Sorry, asking a lot. كمان يوسف هقول لك نفس، اتفرج على نتفليكس، روح اعمل اي حاجه انتوا عايزين تعملوها في حياتكم. إيه؟ انت لازم المفروض كل انسان يونيك، كل انسان ليه شخصيته الخاصه باشياء اللي بيعملها خاصه. يعني انت روح على الفيد تبعك على الانستغرام وشوف الفيد تبعك، حيكون انت مختلف عن كل الناس الباقيه. ده بالنسبه لي هي دي واحد بس يعني يفكر في نفسه، ايه هي الحاجات اللي هو بيحبها، ايه الحاجات اللي ما يحبهاش. طب ايه هو ممكن واحد ممكن يروح على بنترست، روح على بنترست وشوف الشغل، اعمل روح على بنترست واعمل بورد وشوف اكتب حاجات واعمل سيف للحاجات اللي انت بتشوفها حلوه. مش الا تكون اركتكتشر، ان شاء الله يكون برودكت ديزاين، جرافيك ديزاين، اي حاجه انت بتشوفها حلوه، عينك بتشوفها حلوه، اعملها لايك وحطها على الجنب. خش ليفل 03 بنشوفهم مع بعض ونقول لك اوكي طب انت بتهتم كده وكده وكده. انت شوي شوي هتبدي انت اوريدي تعرف عندك نمط يعني معين. لو انا فتحت بنترست وانت فتحت بنترست وعملنا لايك لحاجات مختلفه، راح اوريدي هيكون عندنا كل واحد مختلفين عن بعض في الانترست. مثلا بشوف حاجه حلوه انت بتشوفها حلوه، انت بشوف حاجه حلوه انا ما بشوفهاش حلوه. فهي دي الحاجه الوحيده اللي اقول لك حضر نفسك فيها. مش عايزك تقرا كتاب وبعدين. انا بقرا يعني انا بقرا كتب، انا الصراحه بحاول اقرا كتب، بس يعني اللي بقرا كتب بقرا قصص. وين الكتب طبعا؟ مرات بقرا قصص للاطفال، صراحه بحب قصص الاطفال عشان مرات فيها افكار حلوه. في فيلم ديزني سول، ده فيلم عالمي بالنسبه لي، افكاره حلوه. ده ممكن اخده كانسبيريشن لمشروع، ليه لا؟ انا فهمت انه في مسابقه ضمن الورشه بنتائجنا صح؟ انتوا بتتنافسوا ضد بعض وفي اكسترنال جوري هم اللي بيصححوا الشغل النهائي، مش احنا اللي هنصحح الشغل النهائي، مش التيوترز اللي يدرسوكم. في هم تيوترز احنا بنجيبهم، هم اللي هيصححوا الشغل تبعكم ويحددوا مين هو الفائز بالمركز الاول، المركز الثاني، للمركز الاخير احنا عندنا. آم، وز... يعني هو ده احنا البوينت سيستم موجود وما فيش يعني الاكسترنال جوري هيستلموا المشروع النهائي بس، مش هيشوفوا المشروع تماما بالبروسيس تبعه.
احنا الوحيدين اللي هنشوف البروسيس، واحنا الوحيدين اللي نحاول نشدكم بالطريقه الصح. ده عشان هنا أنا عايز أسأل إنه الفكرة تكون عندي من day one بالورك شوب، أو قبل ما نبدأ كمان، ولا ده شيء كأنه بيتخلق بالوقت وأنا فيها؟ عايز أفهم بس سؤال إسراء شوي. هنا أنا عايز أسأل إنه الفكرة تكون عندي من day one. لا 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 إسراء، الفكرة هتتكون شوية شوية. أنا لو شفتيني في المشروع ما كنتش عارف أنا هعمل إيه. هو شوي شوية واحد يبدي يعمل ريسيرش. أنت هتبني البريف تبعك وبس. بتقولي البريف أنا بحب أصيد سمك، ده حيكون البداية وبس. يعني حاجة بسيطة، وبعدين شوي شوي بتدور يصيد السمك وين أكثر مناطق فيها سمك مثلا، بلا بلا بلا. وبعدين شوي شوي يبدي المشروع يتكون بالريسيرش تبعك. واحنا نضل نسأل أسئلة، حنضل نسأل أسئلة. شغلي أنا بضل أسأل أسئلة، بضل بسأل أسئلة، عشان أنا مهتم بالمواضيع دي. ف ما فيش مش حيكون عندك فكرة. مش لازم يكون عندك فكرة أصلا، لا لنص الكورس أنت مش لازم يكون عندك فكرة. عادي، هو الاكسبerimentation حلوة. لا، انا موجود، ومعايا احمد، المهندس احمد عامر من SOM، معايا جورج جيدون من ويلكنسون اير، في فرح سويلم من جريمشو جريمشو. دول المين تيوترز، وفي ايمن ناصر كمان. هو الاكسبرت في دي 5. فكل واحد مننا اكسبرت في حاجة معينة. احنا زي تيم. انا حدي لكتشرز واتابع مع الطلبه وككورس ليد، وكمان احمد عامر كمان هو كاكسبرت، وجورج كمان اكسبرت. فهم كلهم يعني حيكونوا معاكم في ضمن الورشه. يعني انا حتى في فتره من الفترات حختفي شويه، عشان احمد عامر هو اللي حياخذ الكورس، واللي حيمشيكم على الفورم فايندينج والشيب فايندينج. ففي اكثر من تيوترز، وحتى التصحيح مرات بيخشوا عليه. يعني ممكن مرات نستخدم التيوتر تبع ليفل 02 بيعمل له تصحيح لينا، واحنا بنروح نصحح لليفل 02 مرات. بنتعاون احنا وليفل 02 مع بعض. وطبعا في الجست لكتشرز اللي هو كل اسبوع حد جديد، حد بيكلمنا. يعني أنا يوسف حيكلمنا تقريبا عن المشربيه، وكيف بيعمل المشربيه والتراديشنال ارتس اللي هي ملهاش دخل بالاركتكتشر، بس he is an architect and he is using it. will be very interesting. تقريبا ده علي آخر سؤال. لو أعتقد إحنا شكرا للأسئلة. very كده. في أسئلة. طب ما هي السوفت وير اللي ب 02؟ أنا as far as I know رافت. as far as I know رافت. يستخدموا يعلموهم رافت، ده أنا متأكد منه. طبعا فوتوشوب والأدوبي طبعا دي كلها موجودة دائما، بس أي سوفت وير تاني ممكن دي 5. مش عارف لو دي 5 ولا انسكيب ولا توين موشن. مش عارف ايه هو السوفت وير اللي هم حيستخدموه. بس اللي اعرفه اكتر شيء هم هيستخدموا يعلموهم رافت، عشان احنا مش يعني ما عندناش ريكورد ليكتشر لرافت. مش نعتبره هو ضمن الحاجات اللي احنا عايزين نعلمها في ليفل 03. What will be more preferred during the week's guidance session to the modern techniques of freehand sketches؟ يوسف انت قرر. انا ليفل 03 بقعد، احلى حاجه ليا انه بعد ما حد يعمل سبمشن بقعد اجيب بوب كورن، افتح اللابتوب واشوف شغل الناس واكل بوب كورن وبستمتع بالمشاريع. اتس لايك كاني رحت دخلت السينما. انتوا اللي بتقرروا ايه هو اللي انتوا عايزين تعملوه في الليفل. وانا بالنسبه لي بقول حلو اللقطه دي حلوه، لا المكان ممكن نحسن ده وخلاص. فلو يعني انا لو انتوا عايزين 3 دي سكتشز اوكي، لو عايزين 3 دي موديلنج تكنيكس اوكي. سبتيو، حريه كامله ليكم. انا بس اشوف لما واحد بيبعد كثير عن الاركتكتشر، ولا الموضوع واحد شطح بزياده، انا حرجعهم. دي وظيفتي كمان، حرجعكم. بس يعني اخليكم واحد يشرح شوي. انا بحب ان واحد، ليه مش تعمل اوديو؟ اعمل اوديو ريكوردينج. ليه سكتشز؟ يعني مش لازم تكون الطريقه التراديشنال. ليه ما تعمل انيميشن؟ انا عملت فيديو جيم في سنه رابعه، عشان ما عنديش كان مشروع اركتكتشر. مشروع الاركتكتشر تبعي فشل تقريبا.
يعني وصلت لمرحله انا اي مشروع اعمله اي مشروع اعمله حيكون غلط للبيئه اللي انا حطيتها فيها. كان في اهوار العراق، فقررت اعمل لي فيديو جيم. عملت لي فيديو جيم، عملتها في اخر 10 ايام. تعلمت السوفت وير وعملت الفيديو جيم، مشيت المسبمشن وخلاص. مش لازم حتى الواحد يعمل الاركتكتشر اللي احنا متعودين عليه. سو بورينج الواحد يعمل كل الناس بيعمل نفس الحاجه. يعني ده واحد موظف بس، مش يعني ما اعرفش، عايز حاجه اقوى. بس سؤال، بعد إذا إحنا اتنين ولازمنا بعد واحد بتدخلوه أنتوا بالمجموعة، مش إحنا ندخلوه في المجموعة، هو حيكون أنتوا تدخلوا، يعني أنت وعلي، أنت كعلي وحد اللي معاك حطوا اسمكم الاثنين، وهو حد ثالث يشوف شغلكم فيقول أوكي أنتوا مع في الشغل كويسين ونفس طريقتي، وبيحط اسمه معاكم في الجروب. إحنا ما ندخلش في لما الناس تحط اسمها في الجروبس. إحنا بنتدخل لما يوصل مرحلة انه بدا التاسك ولسه انتوا مش جروبس. يقولوا ايه هو ليه اللي حصل كده، مين اللي مش وحده، يلا انت وين شغلك، اوكي هنحطك في الجروب دي. ذاتس ات. بس هو المفروض والكوردينيتور هتتاكد منه انه هي انتوا تقرروا كل واحد الجروبس كونوها مع بعض. انت لما تخش المكتب مش هتعرف مين هتشتغل مع مين، ف نفس الحاجة هون. تمام. اي سؤال كمان؟ لو مفيش اسئلة، اي سؤال يخطر على بالكم مفيش مشكله يعني. لو حتى حابب واحد يفتح المايك، افتحوا المايك وتكلموا. ما عنديش مشكله يعني تماما، اي سؤال. there's no wrong questions، عادي. تمام. اوكي انا اعتقد انه مفيش اسئله. عندي سؤال واحد بس. تاني مره بقولها، ما عنديش مفيش اسئله ويطلع حد سؤال. تفضل. سوري. ما انا بديت استخدمها كاداه عشان حد يطلع. تفضل. بالنسبة لزيرو 2، يعني في حاجات في يو كي مثلا تناسب زيرو 2 ولا لازم زيرو 3 كشغل؟ لا لا، كل حاجه موجوده. الزيرو ليفل 03 ليفل 02 بيقدروا الناس يشتغلوا في اليو كي، يقدروا يشتغلوا في هولندا، يقدروا يشتغلوا في مصر، يقدروا يشتغلوا في الخليج. الاثنين في كل حته يشتغلوا. اوكي، يعني يوروب ممكن اشتغل فيها بريفت عادي. انا بشتغل رافت. اوكي، ثانك يو. حتى ساره هلا بتشتغل رافت. ساره I don't know if she's there. Hello. Sarah, what software do you use at work? At work, mainly Rhino and Revit. Thank you, because everyone's asking like what do people use at work. I'm like both. Both, yes. Sometimes Grasshopper. Yeah, mainly these ones for renderings. Mainly Lumion, Twinmotion. If you are going to visualization company, it would be 3ds Max. But architectural companies, mainly those two. Thank you, Sarah. No worries. And for the integration between the Revit and Rhino. Integration between the Rhino and Revit. Yeah. Basically, early stages are usually always done in Rhino. And then around, well, depends how big is the project, but usually around stage 3, you would transition into Revit. And this is where basically, I mean, mainly all the offices, they do provide, big offices provide trainings for Revit for you to integrate. But you know, when you start working and you just start learning. Yeah. So yeah, all of this usually supported by BIM coordinators in the office, so they help you integrate. So there's a specific plugin that we could integrate between this? There Rhino is, inside. yes. Rhino inside. Yeah. Okay. You can beam elements from Rhino to Revit, but they need to be very well modeled in Rhino, and so you can use them in Revit. Okay, thank you. No worries. Thank you, Sarah.
Um, why do London considered as the global large scale؟ يوسف مش لندن بس صراحة، يعني نيويورك وحتى هولندا. نيويورك is a big one. بس هو حسب الناس فين، المكاتب الكبرى فين، المكاتب المكاتب اللي ماسكة المشاريع في الخليج، اللي هي the most crazy projects، هم قاعدين في لندن وفي نيويورك. نيويورك مشهورة أكتر في التاورز، بيعملوا كتير منهم بيعملوا تاورز كتار. من ضمنها التاورز الموجودة في لندن مصنوعة من مكاتب في نيويورك. في عندك مكاتب في هولندا، عندك مكاتب في الدنمارك كمان. كلهم دول أقوياء وشغلهم قوي. حتى فرنسا. وإن شاء الله المكتب اللي تحت تفتحه في مصر. which companies use 3D Max؟ ما الفيجواليزيشنز، الناس اللي هم متخصصين في الفيجواليزيشنز. بس انا مش بنصح دلوقتي في زمن الاي اي، عشان احنا عن نفسنا بطلنا نستخدم شويه مكاتب الفيجواليزيشنز، عشان الاي اي بيقدر يشتغل مكان شغلهم. ف... يعني 3 دي ماكس مش هو بس مكاتب الناس متخصصه في الموضوع ده. انا as far as I know ما اعرفش. في بعرف as far as far as I know ما اعرفش اي واحد بيستخدم غير الفيجواليزرز، اللي هم ناس بروفيشنال بنديلهم مشروعنا بيعملوا فيجواليزيشنز عليه بس. بس قلت لكم يعني هلا احنا صراحه بطلنا نستخدمهم كنا بنستخدمهم اكثر. بس دلوقتي احنا بنعمل الرندرز بنفسنا عشان الاي اي بيساعدنا. اقل مواصفات جهاز بيشغل دي 5 وافضل حاجه فيه ايه؟ حاجه ايه؟ دي ممكن يا محمد تشوف انا ما اعرفش التكنيكاليتي فيها في الموضوع ده. ممكن تروح تشوف على الدي 5 الموقع تبعهم، وهم عندهم تول معينه بتقول لك انت الكمبيوتر بتاعك ممكن يستحمل ولا لا. الحلو في ليفل 03 ان كل الحاجات اللي هتقدروا تستخدموها راح تكون اوريدي، يعني عندكم تقدروا تجيبوا ترايل لايسن فيها، وترايل لايسن مدتها هي مده الكورس، فالموضوع هيكون سهل. وممكن تجرب انه تنزل دي 5 من دلوقتي وتجرب تشوف هيقدر يشتغل على الجهاز تبعك ولا لا، ولا محتاج انت مثلا جهاز تاني، او مثلا بتفكر انه الدي 5 مش هو احسن حاجه، محتاج مثلا انسكيب اللي هو ممكن مواصفاته يحتاج اقل. ف ولو استخدمت انسكيب مفيش مشكله، احنا نفس الاشياء اللي احنا بنطبقها في دي 5 رح تقدر تطبقها في انسكيب، عشان هم شبه بعض. وكمان الفكره انه احنا مش بنعلم السوفت وير كسوفت وير بس مباشره، وانما بنعلمه كيف تستخدمه لمصلحه مشروعك. فممكن تستخدم نفس التكنيكس في برامج مختلفة، بس لو تعرف تستخدم اليو ايز، تروح على يوتيوب تتعلم كيف الانترفيس بتاعه يشتغل، ممكن تطبق المعلومات اللي احنا بنديها من recorded lectures. Are you comfortable with lifestyle that your jobs now offer you? Are you comfortable with your lifestyle؟ حلوة. طبعا. رغبتي مش فرحانة في الموضوع، بس يعني أنا رغبتي من التركيز كده الموضوع صار بيشنج، بس يعني لا الموضوع حلو. انا يعني من ناحيتي انا بس يعني I'm very comfortable، وبحس انه الموضوع it's nice to be in an environment في ناس creative، في ناس بتحاول قدر الامكان بيكونوا as long as هم مش toxic. يعني في ناس طبعا بتحاول تشد ويبين نفسهم. واحد ممكن يكون شاطر، وانا بتعلم من الناس اللي اشطر مني في حاجات معينة. حلو واحد يتعلم، حلو واحد يعمل اكسبيرمنت، حلو واحد يشوف شغل تاني، حلو المشروع كله بيحس انه هو مش لوحده بيشتغل، حلو انه يكون في فريق، انه بيعرف انه هو حيعمل حاجة في المشروع والتاني حيعمل حاجة كمان حتكون نفس المستوى. حلو. بتدي لي راحة انه اعرف المشروع حيوصل مرحلة مش بسببي بس، وانا اقدر اركز في التاسك تبعي بس، واقدر اعملها احلى حاجة، عشان هو حيعمل التاسك تبعه احلى حاجة والمشروع كله يطلع حاجة حلوة. لو لسه كتير متمرسين من راين، هل راح نواجه مشاكل او قادرين نراهم الموضوع أثناء؟ لا بدر، لو ما فيش مشكلة في راينو، يعني احنا هنعلمكم من الصفر. الناس ممكن تبدأ تستخدم راينو من الصفر، اللي هو هنعلمكم يعني الناس كلها بتستخدم راينو. هم تقريبا 15 كوماند اللي الناس كلها بتستخدمهم. الناس تبني مشروع كلها في 15 كوماند دي بس، واحنا هنعلمكم ال 15 كوماند دي هتقدروا تمشوا.
الشيء اللي حيوقفك الوحيد هو الكرياتيفيتي بتاعتك، بس انا متاكد حتقدر تمشي في الموضوع ده. I think Twinmotion is better than D5 somehow. I use Escape now. Can D5 really match Twinmotion results? And thanks for the answers and the amazing lecture. Very excited to start learning from you. Twinmotion هو بيحاول يكون الاندستري ستاندرد، بس المشكله D5 عنده الاي اي انتجريشن، فالناس بدها تستخدمه اكثر. انا هلا احنا يعني عندنا احنا قسم متخصص بالتكنولوجيز في الشركه، اللي هم بيدوروا على ايه الشركات بتستخدم، ايه هي الترند الماشي دلوقتي عالميا واحسن واحد. شغلانتهم بيتاكدوا من الموضوع ده، وعندهم تعامل شخصي مع كل الشركات الكبار دول، واللي هم يعني نصحونا فيه توين موشن ما عندوش السبورت من بقيه البلاتفورمز، الانتجريشن تبعه من اوتوديسك ومن الاي اي ومن الراينو زي ما دي 5 وانسكيب عندهم. احنا كنا بنستخدم انسكيب ودلوقتي بنحاول دي 5، بس عشان الدي 5 عنده اي اي كابابيلتيز اقوى من الانسكيب. ده هو الحاجه الوحيده، ويعني بس هما الاثنين بيشتغلوا حلوين. احنا هلا لما بعمل رندر انا لسه بستخدم انسكيب زيك، بس المفروض هلا اي انتجريت لدي 5 حيشيلوا الانسكيب من كمبيوتري. اوكي. اعتقد دي، انا هقول المره الثالثه، اعتقد كان اخر سؤال، بس انا متاكد في حد حيسال سؤال ولا لا، بس عشان اتاكد. يا ريت الثامز اب لو كل الناس خلصوا يعني اسئلتهم ومرتاحين وفهموا الكونسبت اللي احنا راح نتكلم فيها بجوه ليفل 03. تمام. شكرا لكم، شكرا للجميع. Thank you Sarah. This is the end of the lecture. I know you're just there like just listening us speaking Arabic. I'm sure she understands what's happening. But thank you so much كل الناس، شكرا للجميع.